احنا في TMS قررنا نتبرع بجزء من ارباح الفيديوهات لصالح اخواتنا بغزة، وانت كمان تقدر تتبرع عن طريق جمعية الهلال الأحمر. ده ربنا يستر. هما نجري معاه. هو دخل بيحط ايديه كده، رحت انا راسع الباب على ايديه. حاجات تخليك تخش ترقع تهاني علقه. يا تعالي لي بقى. وطبعا كنا بنروح نجيب حاجات معينه كده ما فيش داعي لذكرها. من عند منى؟ على فكره ذاكرتها قويه جدا. علاء ولي الدين بقى قابلته ازاي ده بقى؟ نفسي اعرف قابلته ده ازاي؟ ازاي؟ انا كنت في المعهد خلاص، بقيت ممثل اول للمسرح ومعروف في المعهد، مخرج ليا ثقل بقى. حلو. فبحضر محاضرات على مزاجي، بعمل كذا، اساتذه حبايبي، يعني انا واخد وضعك بلطجي قاعد بقى في المعهد عادي. وباكل بطاطس على حساب الناس وبتاع عند عم انور. فقاعد كده، فدخل عليا طالع على السلم كده، دماغ تخينه وكبرت لقيت جثه كبيره. الدنيا ضلمت فجاه بقى. ولقيت جنبه وراه الدكتور اشرف زكي طارق. اشرف كان ساعتها هو معيد، عايز يعدي مش عارف. بيعاني وبيزق فيه عشان يطلعه. ووصلوا عندي، اشرف بينهج جدا والتاني بينهج، وبصولي وقال له هو ده. قال له هو ده. قال له هو ده. قلت له ايه هو ده؟ مين ده؟ قال لي ده اسمه علاء. قلت له ايوه ما انا علاء. ده علاء ازاي؟ انا علاء وده علاء، كل ده علاء ازاي لوحده؟ علاء. قال لي ده بيقدم في المعهد، فعايزينك تعمل له مشاهد. ده مين اللي بيقول لي؟ الدكتور اشرف. اوكي. فقلت له ماشي. علاء مش مقتنع بيا اساسا، وشايف واحد قاعد لابس بدله جينز وكوتشي غريب، وشايف واحد قاعد بوهيمي. انت اللي توجهني وفنان بقى. ها ايوه. فقال لك هو ده اللي هيعمل، قصير ورفيع، مين ده؟ فقلت له تعالى معايا. دخلنا قاعه اسمها قاعه الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني، وقعدنا. قعد هو على الستيج، قعد وانا قاعد على الكرسي، وقلت له انت دلوقتي هتعمل مشهد، انا شايف انك انت اكتر مشهد مناسب ليك وانت قاعد كده. اوكي معلش، هو المشهد ده علشان هو هيخش الاختبار ده للقبول، فانت بتساعده فيه. هعمله له مشهد. فقلت له ايه رايك في مشهد مسرحيه لكاتب اسمه ميخائيل رومان؟ قال لا ما اعرفش حاجه. قلت له تمام. قلت له هو انت منين؟ قال لي انا مصر الجديده. طب والله كويس. ايه مصر الجديده؟ انتوا ناس اغنياء في مصر الجديده اكيد. قال لي طيب ما انت في مصر الجديده ساكن فين انت؟ قال لي انا ساكن في عماره في مصر الجديده. والله انت منين؟ قال لي ابويا ممثل. قلت له مين ده؟ قال لي سمير ولي الدين. قلت له انهي ده؟ قال لي يا حسين. حسين مين؟ قال لي في مسرحيه عادل امام. يا حسين ما شافش حاجه. قلت له والله وانت ابوك ده اللي كان عامل عسكري ابوك؟ قال لي عادل امام كان بيجي عندنا البيت، وسعيد صالح والله، وعندي صور والله بجد. قلت له طب يلا نروح البيت عندكم. فكك بقى بلا معهد بلا بتاع. فكك بقى من التمثيل نروح بقى نتفرج هناك على الصور دي ونشوف الموضوع عندكم ايه. قال لي ساكن فين؟ قلت له ورا هنا في 4 شارع اسكندريه. قال لي طيب انا جعان. قلت له وانا. قال لي طب ماما امي عامله طبيخ وعامله. قلت له والله طب يلا بينا نروح على طول لامك على طول هناك في مصر الجديده. قال لي انت ما وراكش حاجه؟ قلت له ما وراكش حاجه خالص انا جعان. قال لي طب المشهد. قلت له انت هتعمل بؤبؤ الكسلان. قال لي قلت له هو مشهد اسمه بؤبؤ الكسلان، ده شخصيه وهتعملها وانت قاعد وتتكلم، بس سيبك من الكلام ده، تعال نروح اللي ايه. ده حد مش قادر يمثل بؤبؤ الكسلان، ده حد مش قادر يمثل وعايز يتكلم. نزلت انا وهو، طلعنا ركبنا اتوبيس، بننزل التحرير وبعدين نركب اتوبيس تاني يوديك مصر الجديده. بعيد عنك في ميدان التحرير. انا نزلت اتوبيس وهدى وقف، انا نزلت، علاء عايز ينزل يعمل حركه هوبا راح مرمي على ظهره. يا نهار طين. المشكله ان انا بضحك ومش قادر اشده، وبدات لميت الناس، وموقف فضيحه في التحرير رهيب. العلاقه هنا كاننا احنا نعرف بعض من سنين. المهم قام ركبنا الاتوبيس التاني، وصلنا هناك، اكتشفت الاسانسير عنده انه بياخد النفر. علاء واحد.
ده انفاق. 2 علاء دي صعبه شويه. حمولة علاء واحد بس. علاء بيطلع في الاسانسير بس بينزل على السلم، ده العادي. طيب هو دلوقتي عايز يطلع، فلازم عشان يطلع لازم حد من فوق يا معتز لاخوه يشده، يسحب الاسانسير. فمعتز ما بيردش، فاطلع بقى. اطلع انت بقى. فعلاء يطلع يشد علاء من فوق. أيوة. فطلعت انا، اتضح ان هم ساكنين فوق في اخر دور خالص، وزق زقيه بتاع طلع على، انا ما استفدتش حاجه، ما طلعش في الاسانسير. اسانسير حلو ايه جدا. الايام السوداء دي، وبيتكم وعماره في مصر الجديده وبتاع. بس هنتغدى في طبيخ قلت وحاجات. بس انا شميت بقى الريحه. ريحه بقى الاكل بتاع فين اللي كان عند تهاني هناك. الحلو ده. فتحوا الباب، دخلت قعدت، لقيت الست ام علاء، ولقيت معتز وخالد رحمه الله عليه. خالد ده توفي والحاجه دي توفيت، هو اللي باقي فيهم معتز. مطلع 3 سمبيسي انا، ده معتز الحقيقه الان يعني، هو ما شاء الله عليه، هو دلوقتي منتج وراجل بروديوسر مهم وحد مهم معتز، ربنا يبارك فيه يعني. طب انا عندي سؤال يا ريس، معلش. اتفضل يا بيه. الشقة دي نتج عنها اعمال، وانت عامل ايه؟ الحمد لله مبسوط ولا ايه؟ الشقة وانت دي- عامل ايه؟ طلع مبسوط بالشقة دي ولا ايه؟ الدنيا لذيذه معاك وبتضحك ولا ايه؟ هذا العمل هو كتب كاملا، افكاره كامله شقة الهرم. من هذه الشقه، لدرجه ان كان في مشهد اللي انا كنت بعمل فيه محامي، ايوه. ان احنا كان ساكن معانا واحد اساسا احنا مش عارفين تبع مين. والله ساكن معاكم في العمارة؟ معدي بالبيجامه ويدخل الحمام ويعمل، اساله مين ده يا عم، يقول لي ده تبع، مش تبعك، لا والله. ما تبعك انت، لا والله. ما الراجل ده مين يا كابتن؟ هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي هشام. اشتغل ايه؟ انا محامي. وانت هنا ليه؟ قال لي اصل انا جيت مع احمد الدموكي. اول ما مين احمد الدموكي؟ اللي جه مع ابراهيم. وابراهيم مين؟ ابراهيم اللي جه مع اسماعيل. اسماعيل مين؟ اللي جه مع احمد. يا نهارك اسود، يعني انت جاي مع 15 واحد جم هنا احنا ما نعرفش ولا واحد. كلهم مشي وانت اللي قعدت. وهو قاعد عشان هو عنده امتحان ماجستير في كليه مش عارف ايه، فقال له اقعد بقى، الحد اللي هو مجهول بالنسبه له. اقعد هنا خلاص، ما حدش ياخد باله يعني. فالراجل ده انا تخيلت انه هو رفع قضيه علينا وطردنا من الشارع. مضايقينه، مش عارف يذاكر. قوي. مش عارف انام، مش عارف اخش الحمام. فعملنا المشهد ده، عملنا المشهد ده ان ده انا كان عملت حقيقي أصلاً. ان انا محامي، وانا معايا زمايلي وهننطرد، الست بسبوسه هتطردنا، فانا بسبوسه على فاخر. فقلت انا هرفع قضيه علينا، عليكم انتوا. فدي القضيه الوحيده اللي كسبتها ان احنا طردت نفسي من الشارع. فعملنا الحاله دي، يعني كانت دي شخصيات من المكان اوحت لنا بمشاهد. فكره الشخصيه اللي كان بيعملها علاء بتاعه البخت والبتاع، وان هو يشوف حظه اليوم. انا كان في حد صديقنا ممثل رائع اسمه حمدي السخاوي، مش عارف تذكروه ولا لا، كان عنده هوس بالحظك اليوم وبالحاجات دي، بيصدق جدا الحاجات دي، وبحكايه التفاؤل والتشاؤم كان عايش في ده طبعا كان بيتعامل مع الشقه لان هو كان برنس ويلبس كويس وعينيه زرقاء وشعره اصفر وعنده مرسيدس، وكان بيجي لنا كده كان بنفتح الشقه بيتعامل معنا ده التواليت على طول. اوكي. قرب قاعدين في يعني قرف. بيتعامل معانا بحقاره شديده جدا، بس احنا مهتمين بيه لان بنركب معاه المرسيدس وبنروح معاه مشاوير وبتاع. حمدي ده الشخصيه دي استدعيناها في كانت هي شخصيه علاء ولي الدين. يعني المسلسل طلع من هنا. يعني كان الشقه اصلا فيها انت وعلاء وهنيدي وعمرو عبد الجليل واشرف عباقي وايمن اخو عمرو عبد الجليل. عايش فيها تتر. والله العظيم. بطوله. الشقه دي بطوله كذا وكذا. وكان فيها وائل نور رحمه الله عليه، الله يرحمه. كان فيها الجيل بقى اللي بعدنا اللي لزق فينا، محمد سعد، رامز السقا، اوكي، كل دول عدوا على الشقه، مجدي كامل، يعني دول جيل جم لزقوا في الجيل بتاعنا فانضموا. في جيل بقى انا استدعيته من معهد السينما، لان انا كنت طول عمري بشوف ان طلبه معهد السينما اهم، وعيال ولاد ناس كده حلوين، وتلاقيهم كده مستحمين اكتر من بتوع فنون مسرحيه، بتوع معهد السينما منمقين. ايوه. وخاصه قسم التصوير تعرفهم اول ما تدخل مكان تلاقي واحد حاطط رجل على رجل، اعرف ان ده مدير تصوير. اوكي، ايوه صح، فورا. شياكه قوي يعني. لا هو بياخد الباور ده، هو نفسه
بيتربى في المعهد على الحالة دي. مختلفين عن قسم إخراج، مختلفين عن الممثلين، مختلفين لهم حالة لوحدهم. بتوع التصوير بالتحديد. وبتاع التصوير بالتحديد ما ينفعش انت تجادل معاه كتير على فكرة. فهم بيبقى لهم حالة. فأنا كنت مصاحبهم ومصاحب أحمد جابر، عارفه التخين بتاع المكساج ده اللي بتاع الصوت ده، حد من أهم عمالقة السينما دلوقتي، راجل مهم. فكان ده صديقي جدا. فكنت أنا بستدعي دول، أستدعي بقى الجيل المخرجين، عادل أديب، أحمد ماهر، كاملة أبو ذكري، كل دول في الشقة. كل دولت خلاص، كل دول عدوا على الشقة بقى أكيد يعني. بص ده منتدى يا بيه. ده كان المنتدى. طب وقفلتها ليه طيب؟ مسكنا. استدعينا منى بالكشك بتاعها بوظنا الدنيا. عادي. قبض علينا. حد بلغ عنك؟ موجودة الشقة لحد دلوقتي بالشمال الأحمر. بص الشقة دي فيها، أنا شفت فيها والله قريب، كنت بصور حاجة في الأكاديمية قريب، وعديت من الشارع وبصيت عليها من بعيد، خفت أقرب. واضح إن سكنت والله. ساكنة ناس. اوكي. أعتقد إن هو ممكن يكونوا طلبة برضه، عشان هنا جنب المعهد، فتلاقي زي ما انت بتقول كده كله. ولا وفي قسم تاني من الأكاديمية فتح اللي هو المرحلة الثانوية وكذا وكذا، ملاصق شوية. انت هقول لك على ذكرى عجيبة جدا. هل تعلم انا كنت بخرج من الشارع اخش شمال الاقي رشدي أباظة قاعد، ولا شارع يعني رشدي بيته؟ مش فاهم يعني. الاقي رشدي أباظة نفسه يعني قاعد مع راجل اسمه عم دنجل. ده من علامات الاكسسوار في السينما ومنسقين المناظر. كان اسمه عم دنجل، يسموه عم دودو. رشدي أباظة كان صديقه جدا، وكان بيقعد عنده في حتة كده زي ساحة مقفولة. فكنت أنا أعدي ألاقي رشدي أباظة قاعد، طبعا أنا أفضل واقف أتفرج طبعا، إلى أن أسعدني الحظ إن قعدت مرة واحدة بس معاه في القعدة صامت، بسمع الأستاذ وهو بيتكلم عن أخلاقيات السينما وأخلاقيات السينمائيين، وصعبان عليه إن استوديو الأهرام مهمل. لو عاش دلوقتي كان جات له جلطة. ساعتها كان استوديو الأهرام قصر. ايوه. ومنمق دلوقتي للأسف يعني. طب أنا يعني انت عاصرت او شفت انا شفت ناس غريبة كتير، وشفت توفيق الدين، وشفت الأستاذ محمود المليجي العظيم. وبعد كده شفت الجيل بتاعكم انتوا بقى، وبعد كده وشفت ده. انا شفت ايام سودة. شفت اقول لك، شفت امين الهنيدي، شفت اجيال غريبه جدا. والله شفت الاستاذ محمد نجم العظيم طبعا. جيل الوسط بنسميه سيد زيان نجم. شفت الاجيال المسرح اللي كان بيبقى فيه في شارع عماد الدين هنا حوالي 25 مسرحية ل25 نجم أو مجموعة نجوم مع بعض بتشتغل في وقت واحد في ليلة واحدة، وكلهم كومبليت. أيوة. وكان تسمع في التسعينات الإيراد بتاع كلمة ده مسرحية عادل إمام جابت في اليوم 100,000 جنيه. 100,000 جنيه أياميها 10 مليون جنيه دلوقتي، صح؟ يبقى المسرح أعتقد يعني. أنت دلوقتي لو عملت مسرحية وجابت لك إيراد 150,000 جنيه صافي، مش هشتغل بكرة. زي الصناعية بالظبط. مش هنزل امثل بكره. اذا كان في حاله ازدهار رهيبه في شارع عماد الدين ده. أيوة. واسكندريه كان على مدار من اول المنشيه لحد المنتزه كان في اكتر من 40 مسرحيه على راسها استاذنا العظيم الزعيم عادل امام. طب تفتكر اول اجر أو ايه العمل، اول عمل خدته بفلوس وخدت عليه اجر وكان كام؟ اول اجر خدته مدير الانتاج خده مني. يعني ما خدتوش اول اجر، خدته ما خدتوش، بس اعتبر خدته. ده كان 5 جنيه في فيلم. انا كنت اسالك عملت بيهم ايه ال5 جنيه؟ كنت اسالك عملت بيهم ايه بقى ال5 جنيه؟ 5 جنيه كنت هروح لمنى. انا مش عايز اسيب منى والله، انا عايز اعرف ايه اللي كان بيحصل عند منى. وكنت هدفع الايجار. اوكي. ما كناش بنعمل حاجه غير كده. منى والايجار. والمنى والايجار لمده 5 سنين كلام. 5 سنين منى دي مده. مده 5 سنين منى. لا خد بالك، هي منى واحلام عشان تبقى عارف. يعني في احلام عشان نقسم الدنيا. 2.5 سنين ودي 2 سنين. ايوه. الاجر الحقيقي اللي انا خدته يعني ده كان في فيلم اسمه لن اعيش في حلمك
ده كان بطولة الأستاذ شكري سرحان وشريف منير وحنان شوقي، وإخراج مخرج اسمه ناجي أنجلو. أول دور أمثل فيه والبس بدلة وساعة وعادي واركب عربية، ومن ساعتها ما عملتوش تاني الدور ده برضو. كان عندي حلم دايما نفسي ما امثلش الادوار اللي هي الصعاليك دي واعمل وبتاع والجينز والجلابيه عايز امثل، اقعد على مكتب واقول كل المسلسل او الفيلم وانا قاعد بس كده. كان نفسي اعمل كده. فده دور كان غريب عليا، وكان الشخصيه اسمها غريب، شخصيه بتتحول من فقر الى غنى، وبتنتقم من الفقراء وبتنتقم من حبيبته اللي كانت في يوم من الايام رفضته عشان فقير. شخصيه حاله كده. وكان الاستاذ ناجي مقتنع ان انا ممثل تراجيديان ساعتها. اوكي. بالرغم ان انا في المعهد كنت الممثل الاول، باخد مركز اول ممثل سواء بعمل كوميدي او تراجيدي او ده، وانا عملت اعمال تراجيديه كتيره جدا في المعهد، بس اللي اتشهر لي الاعمال الكوميديه في المسرح. وكان بيجي لي ناس من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ومن اسكندرية عشان يحضروا العرض بتاعي. كنت بعمل مسرحية كل يوم خميس في المعهد العالي للفنون المسرحية، سواء في امتحان أو هي عرض أنا بعمله. كده كل خميس في مسرحية. كل خميس أنا عندي مسرحية جديدة كان بيحضرها كل الأساتذة. كان منهم كان اللي بيجي لي يعني من كم من الناس الدائمين على الحضور بيومي فؤاد، أستاذ سيد رجب، مجموعة من العمالقة أساتذتنا كانوا بيحضروها. طب الدور ده جالي أستاذ يوسف شاهين حضر، أستاذ نور الشريف حضر، أستاذ محمود عبد العزيز حضروا لي. الدور اللي هو بتاع شخصية غريب ده خدت فيه كام؟ خدت فيه بالظبط 75 جنيه، اتخصم منهم تقريبا 72 جنيه. فانت خدت 3 جنيه اتخصم منهم ضرايب ومش عارف ايه حاجات كده، ورقه طويله كده بتكتبها وبتمضي عليها وبتاع وبتاخد. كان هي انتاج قطاع التلفزيون يعني. خدت تقريبا حاجه و40 جنيه تقريبا. أوكي. ده الصافي يعني. بس ده كان برضه يعني كانوا يعني رقم يسندوا. انا اشتريت عربيه، اشتريت عربيه. تقعد فتره عند منى يا بيه بقول لك اشتريت عربيه. اشتريت عربيه؟ سيبك من منى، ده اشتريت عربيه بجد والله. اشتريت عربيه من محمد سعد. كانت ايه؟ ما هي دي المشكله بقى، نوعها ايه؟ هو ده الاشكال اللي لحد دلوقتي بننظر فيه. العربيه كانت ديركسيون بيجو، كان الكرسي مرسيدس، كان البودي دي سكودا، مجمعين عربيه التابلو غريب. بص عربيه رهيبه. وبعدين كان فيها حاجه غريبه جدا، التابلو هنا، انا اهو ماسك ديركسيون، انا هنا، فانت شايف هنا ايه؟ لو انت جاي في وشي شايف ايه؟ شايف عينين، شايف حد باصص كده كأنه صح؟ انت شايف انسان طبيعي بيسوق وانا هنا. فالحل كان ايه؟ اني رحت جايب قوالب طوب حمراء، مش انا، كان اقتراح محمد سعد يعني، جاب لي قوالب طوب حمراء حطها تحت الكنبه، فبقت الكنبه عامله كده. حلو. مين اللي بيقعد في الحته اللي نازله دي؟ علاء ولي الدين، تخين فمش باين، فانت كأن ما فيش حد جنبي، فانا سايق انا فوق فبتكلم فكأن عبيط بكلم نفسي. تعدي من جنبهم قوي عشان ياخدوا بالهم ان في حد جنبه. والعربيه دي اول طلعه في كوبري اكتوبر يا باشا، والكبوت ده طار فوق ونار، وانا نطيت وسبت علاء طبعا لانه مش هنعرف حد، لا انا هعرف انزله ولا هيعرف ينزل، يبقى لا حول ولا قوه الا بالله والله. والعربيه فضلت بتولع، وعلاء ده ناس بتشده، وخرجنا بره. وانت فين؟ انا بره من زمان. خلاص بقى ملناش دعوه. تولع بقى العربيه. حرفيا تولع. يا محمد احنا واقفين في الدق، بنكلمه منين بقى يا ريس؟ من تليفون. كان في تليفونات قدام هيلتون رمسيس زمان كده زي كباين في الشارع دي، موظفين التلفزيون يجوا يقفوا يتكلموا منها. فهو كلمته بقى، وطبعا بتحط العمله وبتقع ونيله ويرد، واخته ترد فتشتمنا، فتروح مكلمه عشان يجي ويحل المشكله فين وفين. يجي هو واخوه يشيلوا العربيه يجروها وتروح تقعد عندهم 6 شهور، وبعدين يرجعوها لي تاني، وكل ده بدفع القسط انا بمواصفات مختلفه بقى. يرجع لك دركسيون بقى هينداي ما اعرفش بقى، بيجيبوا لي كل مره فيها حاجه متغيره. دي مش مشكلته، هو عايز عربيه وغير. رخصتها سكودا، مكتوب فيها سكودا، بس الله اعلم باللي ده اللي مكتوب يعني. طب انا سمعت ان انت بتجيلك كريزه ضحك بعد الساعه 11 بالليل دايما. انا بص، انا عندي مشكله
الكريست الضحكه انا لو جات لي في التصوير بتبقى مصيبه سودة. الموضوع خلاص خرج من ايدك بقى. لا بتبقى مصيبه. يعني انا ليا موقف مع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، مسلسل كان اسمه جمهوريه زفته مع محمد منير وكان مصطفى متولي. فاحنا كنا قاعدين في مدينه الانتاج تقريبا 4 شهور في تلج وحر مع بعض، يعني عشنا الصيف وشتاء. وعم اسماعيل بيصور مشاهد ناس ماشيه بنار ورايات وجنازات وبتاع، وانا ومنير ودول ومصطفى متولى الله يرحمه قاعدين مستنيين. فمنير مش مستوعب الجلاليب ولا مستوعب، يعني انا مش فاهم، والمخرج ده لابس جلابيه وانا مش عارف اعمل ايه. يا منير يلا ننزل. المهم نزلنا. منير اياميها مش عارف فتح الراديو باين، فسمع حد من المطربين العظام بيتكلم على انه كل ده بقى منير بيحكوه لنا واحنا نازلين رايحين في طينة ورايحين لعم اسماعيل عشان نعمل مشهد الساعة 5 الصبح، لأن الساعة 6 بالليل المشهد ده هيتذاع. يعني ده احنا كنا النهارده يعني. عم اسماعيل كان عنده هواية انه كان بيشتغل على الهوا، يعني يزنق الدنيا تتزنق فيشتغل على الهوا، فيبقى بتاع القطاع الاقتصادي واقف عشان ياخد الشريط عشان المسلسل هيسافر هيتذاع في الخليج قبل مصر بربع ساعه، ففي توتر، فانت لازم تخلص المشهد ولازم ما ينفعش تعيد وما ينفعش ما يتعملش المشهد. فانت في خطر طول الوقت. والكلام ده انا عشته مع الاستاذ اسماعيل وعشته في فوازير شريهان كمان. يعني انا فاكر ان احنا كنا بنخلص الاستعراض ده بعد نص ساعه بنتفرج عليه مع الناس. مفيش مجال للخطأ يعني. كان في حوسه كده، كان دايما احساس بانه رمضان ايه ده رمضان جه فجأة. لحد دلوقتي عامه الناس كده لحد دلوقتي، بس في براح دلوقتي اكتر لان انت عندك الارسال للمنتج بقى. ايوه اسهل بتبعته اسهل. انما ده طيران وواحد بتاع قطاع اقتصادي وليله ما يعلم بقى ده ربنا يعني. فانا كان منير بيحكي لك على السر. منير بيحكي لي ان هو صديق لي زميل فنان كبير بيتكلم مع مذيعة بيقول لها، بتقول له انتوا مين اهم المطربين؟ قال لها والله انا المطربين انا والاستاذ مدحت صالح والاستاذ علي الحجار والاستاذ محمد الحلو. احنا الاربعه يعني قادة الغناء دلوقتي في الوطن العربي. فمحمد منير راح متصل بيه وهو متضايق، فقلت له ايه يا منير؟ قلت له يا طالما انتوا القاده الاربعه وانتوا الاربعه المبشرين بالغنى اعتبرني بلال يا اخي. وقال لي الجمله دي يا ريس في لحظه غلط وانا من الضحك اتزحلقت فشدته معايا فوقعنا في الطينه في الحي الريفي ده وجابونا ضحك بقى بصريخ خدونا. طبعا احنا كان في عوامل اخرى مساعده على الضحك. أكيد انت واخد بالك. طبعا رحنا للاستاذ رحنا للاستاذ اسماعيل واحنا ميتين ومش عارف توقف ضحك. ها مفيش كلام، في ضحك. قعدنا قال يلا المشهد مش عارف ايه، وكان هو الاستاذ اسماعيل عنده كده لفظ لما يقولوا للممثل، لما يشتم بيه الممثل يعلم ساعتها ان الاستاذ اسماعيل راضي عنه وحبه كممثل. يعني بعد المشهد يقول يا ابني فمعنى لو قالها الممثل يعرف ان المشهد كويس. الحمد لله. وبيقولها لمين؟ مش لعلاء مرسي والعيال الجديده دي، لا ده كان بيقولها للعمالقه. يعني استاذ يحيى الفخراني، صلاح السعداء، ده بيقولها لهم وهم بيحسوا انه الدنيا تمام يعني. الانفعال الله. قال يا ابن الجزمه، سمعته؟ قال يا ابن الجزمه. يا والله العظيم. بص قد ايه انا عايز اقول لك ان هذا الجيل كان جوه الحكايه مش بره الجمل. المهم قعدنا نضحك. استاذ اسماعيل طبعا مسكني انا فشخني طبعا وكلام وانت وبطل بقى اللي بتعمله واللي بتاع، وبطل بتعمل اللي بتاع دي بقى فاهم انت. كفايه منى زعل. كفايه منى بقى وبتاع. واصل انا هو كمان الكلام والله العظيم ما عملت حاجه. عارف الحاله دي؟ عارفها انت؟ عارفها، متاكد منها طبعا. الحمد لله والله. الحمد لله طبعا على كل حاجه. المهم المشهد ده يا باشا المفروض ان احنا بنعزي ممدوح عبد العليم مات،
واحنا قاعدين زعلانين، اوكي. وبيعدي علينا حد ونقول البقاء لله. كل ما يقرب عليا مصطفى متولي ويبص في وشي كير 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 كير، ابص كده الاقي منير ميت واقع على الارض. عم اسماعيل قال المشهد خلص وانا مش هصوره، وانا هاخد بس العزا شطاته، وانتوا اتكلوا على الله، امشوا غوروا من وشي وما تجوش تاني. وزعل جدا وغضب وخد بعضه ورمى كوبايه الشاي في الارض وراح ماشي بره. طب هل هي حصلت تاني؟ يعني الكريزه دي لما يعني هل حصلت تاني؟ حصلت لي كتير، حصلت لي برضو مع اسماعيل. 11 يعني اشمعنى بعد انا الساعه 11؟ بعد الساعه 11 بيحصل عندي فصل الكهرباء. الساعه كام معاك؟ لا لسه شويه. لا هتشوفها بعينك. حصلت في مره طب وخدتوها مش عارفين خدت مثلا في جمله، عارف انت في الفلاحين عندنا يقول لك ايه، الواد ده متمخول كده. يعني ايه؟ يعني الواد من كلمه خوته. ايوه يعني. الواد مش ملوش ملكه يعني، صح؟ ايوه يعني عيل مش صاحب كلمه كده. حلو. فانا قاعد عادي، فالجمله عادي وبتتقال في التلفزيون عادي وبتاع، وقاعده الاستاذه سناء يونس رحمه الله عليها، دي امنا ودي صاحبه فضل عظيم على نجوم مصر، الله يرحمه. الست دي طلع من تحتيها احمد زكي، محمود حميده، خالد النبوي، علاء مرسي، طارق لطفي، اي حد. كان الست دي صاحبه فضل كبير، وست عن تخش بينا على المخرجين بقلب جامد. يعني استاذ احمد زكي حكى في مذكراته ان هي اول واحده شدته من ايديها وركبته القطر وقالت له تسيب الزقازيق وتيجي وانا في ظهرك. فهذه السيده العظيمه قاعده، وقاعد الاستاذنا العظيم الاستاذ صلاح عبد الله طبعا، وانا قاعد في وسطيهم وفلاحين بقى احنا بتاع، ولقيته بيقول يا وليه ما تبقيش مخوله كده. كل سنه وانت طيب. مخوله. صلاح عبد الله، صح؟ استاذ صلاح عبد الله بيقول لها كده. وانا صريخ ضحك لعني وصلني معنى اخر، واخد بالك؟ طبعا وصل لنا كلنا المعنى. وهي المشكله ان هي ست و100 مخوله. ازاي؟ حلها لي. وانت اوريدي هناك. صح؟ حلها لي. المهم عاد انا بقى عم اسماعيل يا ابن المشهد، انا ما فيش مشهد يا بيه، ضاعت. مش مدخوله. قلت له لو انت ضميرك مرتاح للي قاله صلاح عبد الله ده انا هوافق وهبطل ضحك. انا راجل عادي، انت استاذنا، انت موافق على الكلام اللي حصل؟ قال لها ايه انت يا ابن الكلب انت؟ ما قال عادي. اقول له طب ماشي خلاص، احنا خلاص صور على كده يا عم اسماعيل يلا. وانت يا وليه يا ريت مخوله. والله يا صلاح ان انت راجل يعني كده الناس هتقول عليك قليل الرباية، يعني عيب، الوليه كبيره. المشهد ما تمش، وده كان حدث بقى، كان حوسه، وكنا بنصور في حته بعيده جدا على طريق ابو رواش جوه في الزراعه. فبالتالي باظ المشهد ونقلوا راحوا عملوا مشهد تاني بمحمد رياض. طب في مشهد خدوه يعني انت ضحكت فيه جدا وجالك الكريزه وخدوها؟ طبعا. اولا كل عسكر في المعسكر مثلا في التاكسي. عسكر في المعسكر ده كانت كريزه رهيبه لسبب لانه مالك يا اسطى؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه. انا كنت قاعد في التاكسي وفي ممثله ست كبيره من اللي بيعملوا ادوار يعني لطيفه صغيره كده، فالست تقريبا مفيش مكان مش عارف ايه، فانا قلت لها يا حاجه تعالي اقعدي جنبي في التاكسي. انت رايحه فين وبتاع؟ اقعدي. وبعدين انا قفلت التاكسي، ما قديم مفيهوش تكييف، ازاز مقفول، واشم بقى موضوع. يا لهوي طلعت ست متدخوله. انا كنت هموت. كنت هموت. حلو. طب يعني ينفع؟ كنت هموت. يا نهار اسود. نزلت قلت لها قومي يا وليه يا بنت الكلب. المهم خرجتها، دخل هنيدي عشان قالوا يلا تصوير. دخل دلوقتي. قفلت انا بقى البيبان. تعالى بقى. وعيشته معايا وجات لي كريزة ضحك معايا. اما جم يصوروا المشهد هو كان مازال في مخيلته اللي حصل. ايوه. فانا جات لي بقى بدات استدعي، ومع هنيدي انا بيحصل لي حاجه. هنيدي يعني احنا كنا في عزا قريب، وانا كنت مع منير قاعد، رحت انا ومحمد منير العزا وقعدنا، وبعدين قال لي منير شويه ونمشي. فلما الفتره دي دخل هنيدي ودخل ناس كتيره جدا سلمت،
فهنيدي اول ما عينه بتيجي في عيني بيجي لنا كريز ضحك. فطبعا موقف غلط، فما بدات اضيع. يعني احنا زمان انا وهو وعلاء ولي الدين وقعدنا في عزا استاذ نور الدمرداش الله يرحمه، فقعد قدامنا استاذ سعيد صالح واستاذ صلاح السعداني واستاذ عادل امام، واحنا قاعدين كده حلو. فجاه في واحد من بعيد ما تعرفش عمل ايه، قال الله. الشيخ وهو بيقرا تقريبا عمل عربه أيوة. حلوه. يا ولد يا ولد شيخنا. شكله الشخص ده موسيقي، فعجبته قال الله عليك. هو كان ممكن تقول الله يا عم الشيخ عادي ماشي، اداله السقفة. اداء مسرحي قوي. ودتنا في داهيه. ايوه فكريز الضحك غير عاديه، فضلنا نضحك كل ما الشيخ يقرا نضحك. قام سعيد قال قوم يا دي وطردنا منه. احنا عندنا ارتباط شرطي، كل ما عينينا بتيجي في عين بعض بيحصل لنا حاجه. انت وهنيدي بالذات ها؟ انا وهنيدي، وكان علاء طبعا معانا نفس طب الحكايه. انا عندي سؤال معلش يا استاذ، هو اتفضل يا بيه. ايه الفكره؟ لا مؤاخذه. لا فضل. عارفين ما تقلقش. من صاحب الفكره بتاعت ان انت تخش، انا امي عيانه فانت تخش تسلم عليا انا وامي وتبوسنا. ماما حلوه. من صاحب الفكره. يا هي خرابي. فكره انت تخش تسلم على واحده الاثنين صحيح. سلم عليها من هنا ومن هنا، مش لا سلم عليها من هنا ومن هنا. بص يا ريس، انا المشهد ده وليد الصدفه. اشتراكي في الفيلم اساسا وليد الصدفه، لان انا كان هنيدي بيعمل الفيلم ويصور، فانا كنت قاعد في المكتب عند الاستاذ سعيد حامد في المعادي، فكلمته فقال لي انا بصور في جاردن سيتي، فتعالى لي. فقلت له ماشي. فرحت دخلت اللوكيشن لقيتهم في بريك، فقعدت شويه كده جنب وائل احسان المخرج، وكان ايمن بهجت قاعد. فلقيت في توتر كده، في رغي، وبيقوموا ويطلعوا ويقولوا لا بس استنى هنشوف طبعا نعمل. المهم واضح ان في مشهد هم مستنيين شخص ممثل يجي عشان يعمل المشهد ده، اوكي. والممثل ده ما جاش او حصل خلاف. فلقيت بعد ما تداولوا كده واقفين الثلاثه من بعيد بيبصوا عليا كده. فانا قلت ايه انا صرت ماليش دعوه يعني انا بالكلام انا مالي، انا جاي ازورهم وماشي. فناديت على عم جوده اللي هو مع هنيدي، يا جوده انت فين، انا عايزك بتاع، عايز اخلع من التوتر يعني، طالما في مشكله في اللوكيشن انا انسحب بالظبط واروح ماشي. فلسه بنزل على السلم لقيت جوده بيقول لي ده الاستاذ عايزك. في قال لي بيسال عليك. قلت له انا هخلع بقى خلاص خليه شغله. قال لي لا عايزك. رجعت فراح واخدني هو ووائل احسان وايمن اوضه كده، وراحوا قافلين الباب. قلت لهم اللي هيقرب مني هذبحه. انا ما حدش يقرب مني، مش انتوا جايبيني من المعادي عشان تعملوا فيها كده؟ عيب. وافتح الباب. فهنيدي قال لي بص انا عندنا مشهد دكتور قاعد على القهوه، العيال دي بيروحوا يجيبوه لي عشان امي عيانه، اوكي، بيعالجها، بيجي له كريزه، بيغمى عليه، بناخده الدكتور بيتوتر جدا يعني ونرميه بره. قلت له بعدين؟ قال لي احنا عايزينك تعمل المشهد ده. قلت له عشان انا اعمل المشهد ده يا محمد عايز اذاكره اشوف هعمل ايه، وبعدين ده مشهد ما فيهوش حاجه. يعني ايه دكتور بيجي يغمى عليه؟ انا مش فاهم اعمل ايه. فايمن قال لي بص هنقعد نظبطه مع بعض، فكر بس كده شويه وشوف. فتفكر في ايه يا جماعه انتوا بتورطوني؟ وبعدين الدكتور ده عايز بدله، قال لي البدله جاي. انا في علاقه كده بيني وبين هنيدي في موضوع البدل، لان انا دايما بسرق بدله كلها. بروح البيت عنده بتسرق بدل بالاخص؟ كل بدله باخدها. فهو عنده مشكله معايا مع البدل، هو عارف ان انا بحب البدل جدا. فقال لي يا سيدي والبدله هتجيلك ومتكيسه. وانا بينك طمعت في موضوع البدله. لو البدله لا خلاص يعني اول بدله هاخدها منه بارادته. تصريح خاص، البدله هي وراء سر المشهد ده. يا جوده بسرعه بدله للاستاذ. هوب مدير الانتاج جاء قال لي يلا والبدله هتيجي دلوقتي. راحوا جريوا. طب انا هعمل ايه؟ فكان في شريف باهر الممثل الجميل ده كان قاعد،
فلقيته قال لي ده مشهد حلو وتدخل وهو ممكن يبقى دكتور مجنون ولذيذ وبتاع وسريع وبيتكلم بسرعه وبتاع. فانا خدت الباور بتاع شريك انه دكتور سريع يعني ما عندوش وقت عايز يخلص وما صدق جاله كشف وبتاع. فده اداني ملمح لشخصيه. اوكي. فده اللي اتباور الاول. بس انت كمان انت داخل بسرعه قوي، انت مش داخل تشوف ما هو ده هو الباور ده اول أيوة. حاجه جات لي. لا ده انا كنت بعمل حاجه ده اتلغت. انا كنت بدخل بعيد عنك كده من الشقه بلف البيت كله جنب وبعدين بروح اقف قدامه اقول له ها المريضه فين. يعني انا كنت بعمل الاول بتلف الشقه كلها طويل وبلف وبتاع وبعدي وبنزل ببص تحت الترابيزه وبطلع. يعني كنت في حاله. ايوه. فلقيتها سكه، فجابوا البدله طبعا لبستها كانت وحشه جدا كبيره. اوكي. كان في حاجه فيها غلط يعني الكم طويل في حاجه مضايقاني. أيوة. فبرضه مخلياني بمشي بحركه مش مفهومه وترك لوحدها يعني مش مرتاح. المهم دخلت وجريت بتاع قالوا يلا ايه ناخد بقى المشهد تاني. وانا بعمل جات لي فكره ان انا هدخل. انا عارف ان محمد هنيدي لو سلمت عليه وبوسته من هنا هو بيقلق. هو ده العادي مش بيحب كده. لا ما بيحبش حد يبوسه من هنا. ما بيحبش دي. اوكي مش وما بيحبش اللي هو دي. ولا انا خلي بالك. يا نهار اسود. عارفها دي؟ ايوه عارفها طبعا. والله عارفها. مرعبه. عارفها. والكيس وبتاع عارفهم كلهم. فانا دخلت بوسته سالم عليه. انا عملت البوسه الثانيه راح هو ضاحك وقع على الارض. تاني عيد تاني. خد بالك انا كنت مصور خام كودك سينما. اوكي تمام. فطبعا في مدير انتاج بيلطم على وشه. خام. يلا تاني. دخلت بوسته ورحت موطي شايف الوليه دي لاول مره اتفاجئ بيها انا اساسا. اوكي بس صوره انا مش شفتهاش. المشاهد اللي فاتت دي انا مش شفتهاش. اوكي. دخلت لقيتها رحت نايم فوقيها لقيتها وقايم. راح هنيدي طالع يجري. يلا تاني. ايه يا جماعه في ايه مش هنكمل المشهد ولا ايه؟ دخلت بوست كتم الضحك. بص اجي اقرب من الوليه اروح هنيدي مصرخ. قعدنا في الليله دي شويه. اوكي. طب بعدين يا جماعه عايزين نخلص المشهد. فانا واحنا بنتكلم لقيت قلت له اطمن ماما كويسه جدا. فشريف لقيته بيقول لي ماما حلوه. اوكي. اللفظ ده جالي كده دخل في ودني فجيت اتصور قلت له ماما حلوه. قال لي ايوه مالها؟ قلت له ماما حلوه. ماما حلوه. انا اللي مش كويس. انا اللي ماما حلوه. ماما حلوه. انا اللي مش كويس. انا اللي مش حلو. لانه بدا يجي له الخنقه هيموت. وابتديت تحول. طبعا بدا يتعب وما خدش الدواء بتاعه. بدا المشهد يتطور. طبعا انت عارف ان احنا بنصور الواسع وبعد كده بنبدا نصور ميديامات وكلوزات وامورسات وبتاع. ففي كل مره انا بعمل المشهد كامل. اوكي. وهم كل مره بيموتوا. كل مره بيحصل ضحك فبقى في ماتيريال للمشهد مرعب. اوكي. والمشهد اتطور وبدا هنيدي كمان. اول ما دخلت انا سالت سؤال غريب جدا فجاه في تيك منهم. التيك ده انا مش فيه. اوكي. يعني هو عليه هو. فسالته قلت له ها ماما ساكنه فين؟ انا ما كنت انا اساسا ما قلتوش قبل كده. مش تيكك اصلا. فلقيت هنيدي بيرد عليا على الهوا بيقول لي ايه ساكنه في فيصل وما بدايه بنجيبها هنا. اللوكيشن باظ عيد تاني. فراح وائل راجع بالديكوباج تاني. خد بالك انت كده بتزاول مخرج ان هو كل شويه على حسب اللي بيحصل هو قاعد يعمل ديكوباج تاني. لا وده خام. ده وخام ده جلطه مات. الانتاج ده اتكل على الله خلص. المهم المشهد ده يا ريس بدأت هذه الرحلة من الساعة 6 مساء. أنا خلصت قلعت البدلة الساعة 1:30. يا خبر أبيض. قعدنا كلنا في المشهد وخلص المشهد. وطبعا وقفت بقى إن حد يقبضني. هسلم. مفيش بقى الكلام ده. ده راح يسلم عليهم. ولقيت كل واحد بقى بيلم حاجته والناس هتمشي. فين عم جودة؟ طب قول لعم جودة أي حاجة. يا جودة إيه الوضع؟ قال لي مجدي عندك هناك. مجدي عندك؟ ناديهولي يا مجدي إيه الوضع؟
قال لي انت تأمرني يا باشا. قلت له لا اقعد معايا بقى خلينا نفهم المهم يعني ما خدتش المبلغ العظيم، ولكن في الاخر ده مشهد انا اسطوري. استمتعت. مشهد تحفه. انا خرجت من اليوم ده مبسوط، حاسس ان انا عملت حاله كده مسرحيه جميله. ده أيوة. مشهد تحفه. وانبسطت ان انا اشتغلت مع هنيدي وانبسطت جدا ورحت ماشي. لقيتهم بعديها باسبوعين، انا طبعا بشوف بقى هنيدي على طول وبنقعد نحكي، يقول لي مشهدك ببهدل الدنيا في المونتاج، مش عارفين ناخد ايه ولا ايه، ما فيش، بيحكي لي وانا طبعا مش مصدقه. خلاص اعملوا تعملوه، خلاص انا خلصت، انا الطاقه خلصت. ايوه اوكي. فقال لي ده على فكره انت احتمال يبقى ليك مشهد في الامارات في دبي، ان لما مش عارف مين بيعيا، لما اخويا بيعيا بيدخل الدكتور فبتدخل انت. اوكي. كل باك بقى مش طبيعي. ادخل بقى كأن اخويا، انا اخو يعني، هو اخوه هناك شبيه هناك. اخوك انت اللي ايوه انا فاهم. اخو بقى انت فاهم الكلام أيوة. ولا نجيب الفيلم ولا ايه؟ انا خلي بالك، انا وشي بالك ان انا مش فاهم، بس انا فاهم. عرفني يعني، خليك معايا المشكله يعني. في وشي مش عشان احس ان احنا يعني متحمسين مع بعض. ايه اللي حصل؟ بس ايوه ما شاء الله. بس المشهد ده ما اتعملش بقى بتاع بعد دبي كل اللي انا عملته ده. والله ما اتعمل، والله ما اتعمل. مساء خير. ما اتعملش لحد دلوقتي. اوكي بس طب انا كنت بلاحظ دايما، معلش يا اسف، بلاحظ دايما انك اتفضل. بلاحظ دايما مع محمد سعد بالذات بتقعد تضحك في وسط المشهد يعني بشوفك وانت بتضحك وبتداري وشك وبياخدوها من ظهرك وبتاع. بص انا هذا الشخص محمد سعد ده، أنا لا أستطيع أن أتمالك نفسي معاه وهو بيمثل الشخصيات. كلنا والله. لا أنت ما شفتش، أنا اللي شفت. أيوة. أنت تتخيل إن عينين قطاطة دي في وشك لا الواقع غير الحقيقة يا ريس، غير الشاشة، غير أي حاجة. أولا هو ممثل عظيم. ده طبعا أسطورة. مفيهاش كلام. محمد سعد من أساطير هذه المهنة. قطاطة ضربك علقة حلوة. قطاطة ده اما كان عايز سجاير. لا مش قطاطة، سيبك قطاطة. كركر. قطاطة أنا كنت بضحك أنا وهو كتير وبيجينا كريزة وبتاع وبنعيد. لا الشخصية اللي هي الراجل العجوز. كركر ألف كركر. حناوي يعني حناوي ده بلوى سودا. ده الراجل ده أنا كنت بخاف منه فعلا. وبعدين محمد بيتقمص، فأنا بنسى إن ده محمد سعد، شكله موتر فعلا. وبعدين هو معايشته رهيبة، محمد بيتعايش بجد. فأنا دخلت حطيت القهوة، فقال لي خد تعالى، قال لي خد يا مش عارف ايه، قربت بتاع وراح عامل كده ايديه خفيفة كده عليا. ايوه. فأنا رجعت فلقيت المخرج أستاذ علي رجب الله يرحمه، جالي قال لي بقول لك ايه يا مولانا، الراجل ده ممكن يضربك بجد. قلت له يضربني بجد؟ ماشي هفهم محمد يعني. ده ما ده مش محمد يضربني عادي يعني، بس يضرب ايه مش جامده. ايوه. فرحت له قلت له محمد انت هتضرب؟ قال لا هضرب ايه يا راجل؟ قلت له لا ما تفاجئنيش عشان ما اعطلش، عشان ما تتخضش، عشان هضربك. انا في هتلاقيني قاعد بديك على ده. وده اللي حصل على فكره. بجد ولا ضربته في مره. ضربتوا بعض 3 مرات. يسفخ اسفخ اهو. فمش نافع لان انا ما ينفعش شخصيتي تضربه. ايوه بالظبط. فقلت له محمد، وبعدين بيضرب جامد جدا. لا انا عيني نورت. هو كان عامل دور مجنون، فالمجنون ده يجي منه اي حاجه بقى. لا ده الراجل الكبير ده المجنون ده لعنه تانية. ايوه ده هناوي اللي هو بيقول له انا مشكله ان هو بص السلم وسخ. اما بنضرب او نضرب انت في الشغلانه يعني عمالقه الشغلانه نضربوا عادي يعني، مش ده مش انت ما تاخدهاش بشكل شخصي. ايوه طبعا بس ما توجعكش برضه يعني. ما تضربنيش بجد، انا جاي امثل مش جاي اتضرب. فانا دخلت في شوت وبتاع، فقال لي ما ينفعش تضرب حناوي. قلت له ماشي انا ما ينفعش اضرب حناوي، بس هو حناوي خليه يخف ايد امه شويه عشان انا عيني باظت وانا هو بيلوش. ايوه هو مش شايف، مش شايف السلم وسخ ليه، مش عارف انزل عليه. اول شوط عادي ما ضربش، قلت حلو محمد كده مش هيضرب، خلصنا.
جاي المخرج قال ننقل بقى الزاويه، هناخد كده طق. اتابي دي زاويتي بتاعت الضربه. وانا مش فاهم، دخلت بقلبه ومصدر له صدغي، خدت واحده. انا سمعت، عارف اما تنضرب فتسمع الصدى؟ ايوه. فانا خرجت بيها بشتم، طبعا سيل من الالفاظ ليه العظيمه. هو؟ ها؟ بتشتمه هو؟ زي بتاعت زمان، بتاعت ايوه فاكرها ما تقلقش. بتاعت فتحي. بتاعت فتحي. معانا فتحي وتهاني أيوة. ومنى، انا هاخدك ونروح لهم كده استنى. ما تقلقش. خرجت بقى من الليله دي. طبعا هو جري محمد وانا اسف والله ما اقصد ولا، قلت له لا انت بتفاجئني. المهم يعني الموضوع عدى يعني بقى، بس هم احتفظوا بايه؟ بالضرب. بس انما هو الشغل مع محمد ممتع، وهو فنان كبير وحاجه حلوه يعني انا محمد سعد من الناس اللي بحب استمتع معاها. وبعدين محمد صديق عمر وصديق اشتغلتوا زمان قوي مع بعض. اشتغلنا زمان. مين ما يحبش فاطمه؟ مين ما يحبش فاطمه، واشتغلنا طريق العيلات طبعا. طريق العيلات ده احنا عاشرنا بعض عيشه 3 سنين. انت قاعد 3 سنين قعدت تصور في 3 سنين؟ طبعا انت رايح جبل هنا، رايح بتاع دوله هنا، رايح البحر هنا، ناس بترميني في الميه فجاه وانا ما بعرفش اعوم وعندي فوبيا، فبطلع بشتم من الناس تعرفش تعوم؟ لا بخاف. انت كنت المفروض انت من الضفادع البشريه. انا عمري ما كنت من الضفادع، انا اللي بسوق الزودياك. ايوه طبعا صح. لا انا الوحيد اللي نفدت. انا اعتذرت عن الفيلم ده عشان الميه، والاستاذه انعامه قالت لي انت الوحيد مش هتنزل الميه، انت اللي هتسوق، بس هتلبس بدله الغطس. فلبست بدله الغطس. فمدير الاداره البحريه ادى امر عسكري بحري بالقاء علاء مرسي في الميه حالا. كنا الساعه 11 بالليل في ابو قير. بيهزر يعني ايه بيهزر؟ والله بيهزر. مش عارف انك بتخاف من الميه؟ معاك كارثه. بيهزر. يا نهار ازرق. ما هو ضامن ان حد هينقذني، لان انا ده انا مع اصحاب الشغلانه مع الضفادع نفسهم. بالظبط. فانا طبعا وانا نازل خدت معايا اكفأ ضابط في البحريه المصريه. هو اللي دمر ايلات نفسه. انا خدته كده ده اللي دمر ونزلت بيه تحت. تعالى بقى. كان هيغرق والله. هو اللي كان هيغرق؟ طبعا لان انا خد. مش هموت لوحدي. هموت له حد معاه. فمش مديله فرصه لا يعوم ولا يتنفس ولا يبقى ضفدع، لان انا خايف اغرق، فبغرقه هو اي حاجه امسك فيها. وبعدين بنطلع فوق بشتم كل الناس وانزل واطلع تاني واشتم كل الناس. وانت عارف ايه كل الناس اللي بشتمهم دول مين؟ رتب. نعم رتب فوق. احنا في وسط البلد برضو. عارف ايه؟ فوق قوي. ها فوق. ايوه. فقالوا ده هيفضحنا هيبهدلنا. المهم خرجوني. زائد ان انا كمان اتخانقت هناك في الفيلم ده في طابة، في فندق سونيستا طابة. ما كانش في غيره ساعتها تقريبا. لا كان في شبهه بس في ايلات. اوكي الناحيه الثانيه. الجماعه دول لما مشوا عملوا شبهه في الناحيه الثانيه شبهه بالظبط. الراجل اللي بيعزف بيانو هنا هو اللي بيعزف بيانو هنا. هو نفس الراجل. هو فعلا والله. هو سبحان الله. الراجل ده كان بيقعد هنا وبيغني وبيعزف واحنا قاعدين هنا. اوكي. فجأة محمد سعد مسك الميكروفون وقعد هنا يقول ايه بقى؟ ايه؟ مصر يما يا سفينة. حلو؟ الراجل ده قال له شات اب. احنا قاعدين هنا. اوكي. وهو هنا. قال له شات اب. قال له يا عم. قال له يا اوت. قال له اوت ايه؟ انت ايه يا عم اوت ايه؟ شد زق محمد. انا طرت بازازة الكولونيا. واضح. وقعدت بخ عليه. في دماغ الراجل. اوكي. دم 5000 بني ادم ماسك علاء مرسي. اتحطيت في اوضه خشب بقى في مصيبه سودة. يا نهار ازرق. وتدخل فيها بقى ساعتها وزير الاعلام، ودخل فيها ممدوح الليثي. وليه لما يعلم بها الا ربنا. ابص حواليا فين الاساتذه اللي حواليا، لقيت الاستاذ نبيل الحلفاوي وعبد الله محمود فقط. فين محمد سعد؟ فين محمد سعد؟ كله هرب يا بيه. هو اللي كان بيغني اصلا. ولقيتني انا في موقف صعب. والمطلوب ان اعتذر لهذا الرجل. وانا جات لي حكايه الوطنيه وازاي وبلدنا وبترطني ومصر.
ولا يمكن اعتذر، وده الراجل ده ازاي يطردني من وطني، وبقول كل الكولونيا الحاجات دي طلبت كده وكل ساعتها. الناس كولونيا بقول لك طلبت كولونيا طلبت بالك مصر. هيفجر نفسه عليهم. بلدي والله. اوعى يا باشا، اوعى. الا بلدي، الا بلدي. وربنا والله عارفها دي انت يا وليه اللي فوق. بس وفي النهايه اعتذرت بعد كل ده، بعد كل اللي احنا عملناه ده. اخسر انسى. قلت ايه؟ قلت سوري. قلت انا اسف. قال لي شطب. قلت له يا ابني. خدوني. اوكي. جالي اكتئاب 10 ايام ما بصورش عشان اعتذرت له صح؟ مش عايز اصور. وازاي انتوا شيزوفرينيا؟ وبدات اسمي الممثلين اللي في الفيلم اسامي معينه، ما بقولهمش اساميهم لوحدك كده. ما تعرفش بقى هوس جنان حصل، ما اعرفش ايه اللي طب حصل. كنت مسمي مين ايه؟ عزمي سلامه. ده مين؟ واحد. عزمي سلامة ده كان شاعر زمان من اللي هم بيطلعوا في الخطب، وإنا ومصر أنت زنبقة الزهرة البرية في ساحة الأرض الندية، إنك تتفاعلين في الأرض. بوليس يلا اطلع اجري. عارف دول؟ عارف دول؟ ايوه. هو أنا بقى خدت الاسم وحطيته على حد كده. اوكي. وهكذا بقى. وسميت هشام عبد الله زين العابدين برول. زين العابدين ايه؟ برول. برول. ايه برول ده؟ ايه برول؟ واحد صاحبنا زمان ضخم، هو عايز ايه؟ يتكلم كده ويبقى دايس عليك، يا رجلي يا زين رجلي، دايس على رجليك بيموتها وهو مش واخد باله. عارف الناس اللي بتدوس على رجلك؟ هو زين العابدين برول. اوكي. فانا كنت مسميه زين العابدين برول يا شباب. طب انا عارف ان انت عندك لغه يا استاذ. عندي لغه الهاطه. اللغه بتاعتك انت لغه الهاطه. لغه خاصه بيك. لغه ايه؟ ايه؟ الهاطه. اللغه دي لغه الاصوات ولغه الهاطه، ودي كتبناها على الحيطان زمان انا والاستاذ علاء في 4 شارع اسكندريه، وانتشرت هذه اللغه وكنا بنتكلم بيها، اللي هو هاي مستكيسير. علاء له لقاءات قديمه كده لو شفتها هتلاقيه بيقول لما بيتخنق من حد مذيع بيساله كلام، مذيع قصدي يعني. انا فاهم، واخد بالي والله ما تقلقش. اما تخنق منه يقول له مستكاتس في سكاتس كومبرديس. هي يعني هو طبعا التاني بيفهم ان هو بيتكلم، يقول لا والله لا، كل الامور في سكاتس الحمد لله، وكل ان شاء الله هنبقى سنباح ريش، ربنا يكرم. فانا اللغه دي انتشرت بينا احنا لدرجه ان احنا كنا في المسرح. افتكر انه كان عامل مسرحيه ليلى علوي كان هو بيشتغل معاها اسمها الجميله والعشرين. فانا رحت واقف في الكواليس فلقيت ليلى علوي نفسها بتقول لبتاع الستاره بقول لك ايه، اعمل الفطروس منلاس ماشي. فراح قافل الستار فسمع، اللي هي فكره المعنى. اوكي. المعنى احنا كنا بنتفاهم مع بعض باحساسنا وبالمعنى. يعني هي اللغه ليها علاقه اكتر اصل اللغه صوت. اوكي. اصل اللغه صوت. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الكلام وخلق الاصوات. اوكي. وحط الكلام بيخرج من الصوت عشان يعني يكون حاجه، يكون كلمه بالظبط. والكلمه يكون حرف، الحرف كلمه ثم جمله ثم عشان معنى، عشان نوصل لمعنى في عشان توصل لمعنى. الالف كده يعني كانوا زمان بيكتبوا الكلام من غير نقط. بالظبط. وكانوا بيقروها عادي عشان هو كان يميز الفهم من القاف. مع ان لا عليها نقطه ولا نقطتين. بالظبط. أيوة. طب كان بيعملها ازاي؟ سياق الكلام، اتفاق، سياق المعنى. بالزبط. فانا كانت الفكره دي جت من لحظات معينه بسبب منى انه عشان منى ما تفهمش ولا عشان منى كتبنا نفسها على الحيطه انه اللغه احنا ليه قاعدين بنتكلم بقى يا جماعه طالما احنا ما نوثق ده. طب ما نبدا نقول المعاني. فبدانا نتكلم في المعاني، مستكيتس مستكاز همبرليزي سبرلاشي تشاك، وبدانا نعمل اغنيه همبرليزي دبستا سبرليزي دبرلك كك كك رومانسيه. بدانا نعمل المعاني دي والنغمات دي. اوكي. وانتشرت اللغه دي جدا فتره بين جيلنا كله. يعني انتوا كلكم بتعرفوا تتكلموها عادي؟ بنتكلمها عادي. يعني انت ممكن تكلم حد دلوقتي ترفع اسمه اقول له سميتي برلاس كوش بيسمان اخبارك تمام صنبوح؟ لا والله الحمد لله سميح. طب يلا هشوفك امتى؟ ان شاء الله في رموح. خلاص على 4 بقى. سماحه وطروف اي هو فهم انا عايز. بس مديه الماني او اللغه دي هي مديه الماني صح فيها جزء من الالماني فعلا. بالظبط. انا على فكره في دور كامل هتلر ده اللي عملته. هتلر طبعا
3/4 كلامي كان اللغه دي. انا كنت لسه اقول لك دي اللغه اللي كانت على فكره كان عندي بخ وبوخ ايوه زبوخ ايوه بس ده الالماني. الباقي كله الله اعلم. انا كان عاجبني كمان انت كنت بتتكلم من بس قلبك أوي. الافيه بقى ان انا ناس كلمتني عن انا والله احنا مبسوطين انك انت كمان درست اللغه قلت طبعا مخصوص عشان الدور يعني. عملت مجهود فيها رهيب على فكره. اوكي وانت كل اللي انت عملته ان دي اللغه زبوخ بتاعتك. بس دي اللي انا رايح حفظتها اللي هو الكتاب يعني. بخ بص يعني تقول كام واحده من دول اخ بخ شافتشن جمبر لازن دبستيشن كاري. والله نسخه انت تحس ان في حاجه هتلر تحس ان في حاجه ايوه في الماني بالظبط مش تغلط تاني يعني. خلاص مش تغلط تاني كده. وانتشرت اللغه دي كتير جدا. طب عندي فرضيه كده لو حابب ان انت تشاركها معانا. فرضيه فرضيه اشارك طبعا. هو ايه اللي انا بشربه ده اللي والله انا لو اعرف اقول لك ماشي. لو بكره نهايه العالم بكره اخر يوم في الدنيا خلاص حلو. احنا عرفنا ان بكره اخر يوم في الدنيا هتعمل ايه النهارده؟ والله بص هقول لك حاجه انا لا اخاف الموت اوكي ولكن بخاف من الضلمه. انا ما اخافش من الموت لانه حقيقه وشفتها في ناس كتير قريبين وبعاد يعني. ده هو مش موت بقى هو مش موت. نهايه العالم ده فرضيه احنا بنتخيل لو بكره نهايه العالم هعمل ايه ساعتها؟ هتعمل ايه النهارده؟ بكره مفيش دنيا بكره خلاص خلصت خلاص مروحين كلنا في ايد بعض كده انا وانت ومنى وتهاني والناس دي كلها. منى جايه معانا الناس كلها لا منى جايه وتهاني جايين كويس والله. الناس دي كلها مروحه هتعمل ايه النهارده؟ والله هروح لمنى اقعد معاها اصل خلاص بقى يعني خلاص. بص يا ريس في الاخر انا هقول لك كلام. اتفضل. لو نهايه العالم انا اعتقد ان نهايه العالم انا بتوقعها كل يوم. اوكي. لان نهايه العالم هي بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للجميع؟ نهايه العالم الافتراضيه اللي انت عاملها للجميع. فللجميع فاللي هيحصل مع الناس هيحصل معايا. اللي يسرع عليك يسرع الناس بس كده. خلاص هستسلم. اصل انا اعلم تماما ان جميع ما خلق الله وده عقيده عندي مؤمن بها جدا. جميع ما خلق الله ما عدا الشيطان واعوانه ومن ظلم الناس هم في الجنه. هتقول لي معاصي مش معاصي، انا بسامح ابني وربنا اكبر واعظم. أنا مؤمن إن كلنا رايحين في حتة حلوة جدا وربنا عظيم وجميل وإحنا بنقدره ونثق في إنه هو لما هيعمل نهاية العالم إنه مش هيورينا فيها حاجة وحشة، بالعكس هياخدنا لحاجات حلوة. أنا مؤمن إن كل كائن حي على الأرض ما لم يظلم أحد هو في خير ورايح في حتة حلوة جدا. مهما كانت عقيدته مهما كانت طالما هو بيحب ربنا خلاص. انا متفق مع لا انا عقيدتي ومؤمن بيها جدا. طب انا عندي فرضيه. اتفضل يا بيه. عندي فرضيه يا باشا. اتفضل. انتوا كنتوا تقعدوا هنا قدامي ما احنا كده هيبقى ضروري في وسط عشان الناس تشوف. معاك اهو يا باشا. لو هترجع بالزمن تغير حاجه واحده او قرار واحد وبعدين تطلع تاني قدام، ايه الحاجه دي؟ قرار بعيدا عن منى وتهاني والناس دي كلها كده معانا يعني. اني لن اجامل مره اخرى. مجاملات؟ طبعا انا مريض بالمجامله. مريض بالمجامله؟ مساء الخير. اتفضل. مريض بالمجامله. حضرتك مريض بالمجامله؟ جدا مريض بالمجامله. والله. انا اسمع من زمان حضرتك مريض انا مريض بالمجامله جدا. انا استحي دائما من الاخر، بخاف على مشاعر الاخر. انا برج السرطان وده برج منيل ب60 نيله. ما فهمش في الحاجات دي. لا اللي يعلمه انا مؤمن بالابراج جدا وبحب اسمعها وبحب اقرا عنها. تعرف حاجه عن هي لها علاقه بالشخصيات. انت هتغني؟ لا انا بسمعك. المشكله عندي يعني. عيب المجامله. عشان كده انا دايما انصح ابني وكل من على شاكلته من الشباب اللي بيحلموا يبقوا حاجه في مستقبلهم. اوعى تجامل في شغلك، اوعى تتنازل في شغلك، اوعى تيأس في شغلك، اوعى ما تخلص في شغلك، اوعى تتوانى لحظة في التخلص او الاستسلام عن حلمك واحلامك وامالك وطموحك. اعلم تماما ان ربنا سبحانه وتعالى ادالك موهبة او ادالك شيء ما، هذا الشيء ما
ربنا ما اداهولكش اعتباطا، الله سبحانه وتعالى اداهولك عشان انت تحققه وتفرح. هو عايز يفرحك، فانت ما ترفضش الفرحه اللي ربنا عايز اداها لك بالانكسار او الاهمال او تجامل حد فيها. انا جاملت كتير جدا وما زلت بجامل، واعتقد ان انا قاعد هنا مجامله كمان. اعتقد يعني. والله اعلم. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله خير. يعني راعونا شويه بقى يا جماعه ولا ايه؟ بدل ما اكسر المايك. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا اتمنى انه انا اتغير شويه. نفسي اتغير سنه واحده بس ما جاملش، عشان نفسي عندي حلم احققه. الى الان انا مجرد ممثل متخبط بيعشق هذا الفن العظيم، ونفسي امثل شخصيه انا بحبها. مين؟ نفسي اعملها. نفسي اعمل شخصيه الجوكر. الله، حلم عندي. يا لهوي. بحس ان هي الستاندرد زي ما يقولوا. اسمها ستاندرد بالانجليزي ولا اسمها حاجه تانية؟ تقريبا ما اعرفش انت قصدك ايه. انا تعليم من مدرسه النجاح. اخاف اقول حاجه تطلع انا تعليم مدرسه النجاح. انت تعليم ايه؟ احنا مش مكملين تعليم. مدرسه التعاون. مش مكملين تعليم. يا نهار اسود. طيب انا عندي حلم ان هذه الشخصيه هي اللي بيسموها الايه الجايد بتاع الحالات التمثيليه، حالات الشخصيه التمثيليه. واعتقد انه انا اتمنى ان انا اعملها، مش عشان الناس تحبها وتقول عليها ممثل عظيم. لا، انا عايز اعملها عشان انا استمتع بيها واختم حياتي الفنيه العجيبه الشكل دي بشخصيه انا حبيتها. ولكن للاسف انا عرضت هذه الشخصيه في عمل على كم من المنتجين، وكلهم قالوا لي ان شاء الله خير يا علاء. انا واشرف ان شاء الله معاك في القصه دي. كلهم قالوا لي ان شاء الله خير يا علاء، ربنا يسهل. لانه هم يعتقدوا انه هو علاء ممكن يبقى ممثل بطل، فهنعمل له دور يبقى بطل، فهنيجي نبيعه الفيلم مش هيتباع، هننزله مش هيجيب 3 جنيه، فعلاء ده ما ينفعش يبقى نجم بطل، فنخلي علاء يعمله دور تاني او تالت. انا موافق، بس اعمله ان شاء الله لو مشهد في فيلم مع ممثل مهم، وانا يبقى لي المساحه ان انا اعبر عن حلمي في التمثيل في شخصيه الجوكر دي. ولكن الى الان لم تاتي، واعتقد ان العمر بيعدي بسرعه، بس عامه فممكن ما الحقش اعملها ان شاء الله. لا هتعملها ان شاء الله، ولكن هيبقى ذكرى حلوه ونستودعكم الله يعني. لا بس انت عملت حاجه شبه كده. ايه انا مش فاهم. خلي بالك الصوت جاي من هناك. انا مش انا بتكلم اصلا. بص لي الصوت جاي من هناك. على فكره انت بتحرك هو ليه لوحده؟ هو البتاع بتاعته بتطلع. انا دايما بتحرك. احنا عندنا انا تحت على طول، وانا كمان. هل يمكن ده السن اللي انا فيه عشان كده؟ ما اظنش. لا كنت اقول لك ان انت عملت حاجه شبه الجوكر شويه في المسلسل بتاع اسمه الليله واللي فيها. كنت خايف منك الخوف ده. بص هو انا مثلت كويس عشان كان في مخرج كويس بيسوقني. دور خطير عامه، كنت مخيف. الفضل لله ثم للاستاذ هاني خليفه ان هو علمني التمثيل يوميها، ان انا ازاي امثل الشخصيه دي، وهو اللي دربني عليها باعادات كتير. واعتقد الممثلين يمثلوا مع الاستاذ هاني خليفه بيزهقوا من ان هو كل شويه بيعيد. ولكن انا كنت دخلت فقلت لابد ان اكون طالب وتلميذ تحت ايد هذا العظيم، وتعلمت منه كتير، وتعلمت من الاستاذه زينه كتير في المشاهد. انه كنت بتفرج في ممثل عظيم الاستاذ محمد شاهين، انا شفت له بيعمل مشهد فانا غرت. فلما دخلت اصور مشهد انا كان عندي احساس عايز اعمل مشهد حلو زي اللي الاستاذ محمد شاهين عمله، يعني عارف جالي الاحساس ده. انا مؤمن ان احنا لابد ان نتعلم من بعض، لازم نفكر مع بعض. يعني انا ما زلت بتفرج على الاستاذ الموهوب العبقري كريم عبد العزيز، وما زلت بتعلم منه حاجات عظيمه، وهو نجمي المفضل بعد العظيم الزعيم عادل امام. فانا بشوف ان احنا عندنا مواهب كتير، حتى من الشباب الصغير ممثلين انا بتفرج عليهم في اعمال كده على شاهد او انا بنبهر بادائهم، وساعات ما ببقاش معايا رقمهم
ومش عارف اتواصل، فبروح مكلم مثلا حد في الانتاج اقرا اسمه على التتر عشان اقول له وصل تحياتي لصناع العمل ده مثلا. فانا يعني بحب ان انا اقول للناس حقوقهم ان انت كويس وابقى مرايتهم، عشان انا كمان بحتاج ان حد يقول لي انت كويس، وعلى الله حد يقول لي انت وحش على فكره. مش هسمح لاي مخلوق. طب انا حاسس بقى ان احنا ناخد بقى اسئله الجمهور بقى. احنا هنسال الجمهور فعلا. لا هو اللي العكس. احنا هم هيسالونا حالا. هيسالونا ايه تاني؟ هنبدا نشوف بقى هيسالوا ايه. هنرفع ايديهم دلوقتي وفي مايك ان شاء الله يروح لهم. ده طه دسوقي. ايوه طه دسوقي. ده انا اقف لك تحيه. لا 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 ده انت عظيم. انت عظيم. انت عظيم على مولانا، قسما بالله انت عظيم. ده انا قاعد اتزاولت والله اتزاولت، ولكن انت استاذنا كلنا يا استاذ. لا 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 انت عظيم. ربنا يكرمك وينجحك يا حبيبي يا رب ويحفظك. يا سلام يا سلام. يا لا لا ده انا قاعد اتكلم وعيني تيجي وبعدين اروح وبعدين يعني قلت هو مش هو. وانا بحييه لانه هذا الفنان هو اللي انا في يوم من الايام كلمت الأستاذة غادة عادل وقلت لها أرجوكي وصلي تحياتي للأستاذ طه دسوقي وقولي له أنت عظيم وعبقري وأنا بتمنى لك التوفيق وربنا يحفظك. إذا كان يعني بص، إذا كان هذه المهنة في مصر تلد كل يوم نجم وموهوب وعبقري جديد، لن ينضب هذا الموضوع، لأنه مواهب مصر عظيمة وكل يوم بيتولد نجم موهوب حقيقي. مهم ياخدوا حقوقهم ومهم يسمعوا الآراء الإيجابية عشان يستمروا. الفنان بيحب دايما اللي يقول له انت كويس. فبيبقى كويس. الإحباط مش عايزينه لحد، مش عايزين نبخس أقدار الناس. يعني الأعمال اللي في رمضان بنتفرج عليها كلها دي ألاقي كل الناس تحولت على الفيسبوك لنقاد ومش عارف مين وكلهم ولسه المسلسل لسه بادئ أو لسه. لا تبخس تعب ومجهود الناس ولا مواهبهم ولا مجهودهم، بالعكس. وفي نفس الوقت خليك أنت حكم حقيقي، خليك أنت، لأن أنت واجهة، لأن دور الفنان ده دور خطير. وأنا في يوم من الأيام قلت أن دور الفنان هو دور أهم من خطيب الجامع أو قس الكنيسة أو كاهن المعبد، لأنه هو من يصبح قدوة حقيقية في هذا الزمن. إحنا بنقعد في خطبة الجمعة نايمين 3/4 والربع التاني مش فاهمين إن هو بيقول لي صلي. طب ما أنا جيت لك أصلي هو أنت بتقول لي صلي تاني ليه؟ ما انا قاعد اصلي. عايز نصلي. انت بتقول لي صلي. طب انا بصلي اهو. ما انا هنا اهو. انا مش جاي عشان تقول لي صلي، انا جاي عشان تعلمني الادب، عشان تفهمني الادب، تفهمني الاخلاقيات، تفهمني ازاي ابقى انسان محب البلد والاهل وللناس، ازاي تنمي جوايا حاجات طيبه اكتر ما تلومني ان انا مهمل، ان انا عاصي. انا مره زمان قسما بالله في جامع في الهرم كنت بصلي الجمعة وقام الخطيب وبص عليا وقال أهل الإعلام في النار. الجامع كله اتفرج عليا والله العظيم. شايفين واحد من أهل النار قاعد. لا هو جاي يصلي الجمعة، فاهم؟ راجل متوضي ونازل، هو نفسه متوضي ونازل برضه أهل الجلابية وقاعد بقى برضه هتخش النار. فجأة لقيتني من أهل النار فقمت استأذنت. يا جماعة أنا آسف، أنا جيت غلط ولا إيه؟ روح الجنة منين يا جماعة؟ والله خرجت من الجامع. أنا ليا صديقي طبعا أستاذنا العالم العظيم الحبيب علي الجفري، وده صديقي وحبيبي وأخويا وعشرة عمري يعني. فكلمته وأنا ببكي، قلت له أنا انطردت من بيت الله بسبب راجل غريب والناس كلها اتفرجت عليا يا حبيبي. يعني كلهم بصوا عليا وقالوا واحد من النار اهو. يعني اعمل ايه انا؟ اروح فين؟
قال لي احسنت انك انت مشيت، وانا هبلغ الدكتور علي جمعه، كان ايامها هو المفتي على ما اعتقد، وبلغه وبتاع. اتضح بقى ان الراجل الخطيب ده مين بقى؟ ده سباك كان بيعمل سباكه في الجامع بس وشه سمح شويه كده وربى دقنه وقعد شويتين في الجامع وجاله اكتئاب وبعدين صلى وبتاع، فقال لك اقوم اخطب، فسابوه يخطب. هنا دور يا ريس فكره المعلم. انما الفنان لا، ده انا ابني وبنتي وحفيدي بيتاثروا بده. ايوه صح. فعشان كده دور الفنان خطير. دي حقيقه. والعوض على الله يعني. في اسئله. فين المايك فين يا جماعه؟ في سؤال ورا خالص. سؤال ورا. هات في سؤال ورا. سؤال ورا يا اسطى. مساء الخير يا فندم. الله يخليك. شغال ولا انا سامع شغال. احنا عايزين نعرف مشكلتك مع البنك. الله يا اولا ده السؤال ده انا بتساله في الشوارع كتير في دبي في الكويت كل ما اروح حته. بص يا بيه بص يا بيه بقى هقول لك انا الموضوع. الموضوع ده يعني لو كنت بحلم اعمل حاجه تبقى ترند تعيش معايا سنين، ما كانش هيبقى عامله زي الموضوع بتاع الراجل بتاع البنك ده. انا هو ده هيبلغ عننا ولا ده هشام رامز. انا في سنه من السنوات كده ربنا فتح عليا بقرشين حلوين، فرحت رايح جايب مفرح ولادي. انا على فكره انا بعمل حاجه غريبه جدا ومش عارف هي صح ولا لا. انا اي فلوس بتجيلي بروح بيها البيت بقسمها على كل اللي في البيت بالتساوي وباخد انا مصروف. فانا ما بشيلش فلوس، لان اولا لا بعرف اعدها ولا بفهم حاجه في الموضوع ده. فانا طول عمري كانت الاول امي الله رحمه الله عليها هي اللي بديها الفلوس وهي اللي توزع. انا دلوقتي بديها لمراتي وعيالي وادي لهم يوزعوا وادوني مصروف. انا لا احتفظ بفلوس معايا. تمام. ففي يوم ربنا كرمني فقلت انا هجيب العيال للولد والبنت داخلين الجامعه هجيب لهم عربيه وعربيه. فرحت جبت لهم عربيه. فلما رحت انا المعرض العربيات قال لي بص احسن لك حط الفلوس في البنك، ولما تحط الفلوس في البنك تاخد بضمانهم مش عارف ايه، وتاخد البتاع والفايده 17% وال 15 سنه كلمك نفس اللغه على 12 في 67. قلت له المهم يعني هعمل ايه؟ هاخد العربيات من البنك ولا من هنا؟ قال لي لا من المعرض، بس احنا البنك هتقسط هنا للبنك وهنحط فلوس بضمان الفلوس في ضمان البنك في ضمان البتاع. هنا اتعصبت بقى. ابوس ايديك يا باشا، يعني انا هحط عندك الفلوس دلوقتي واروح استلم عربيات من هناك؟ قال لي ايوه. طيب يا باشا انا بقى بدفع لمين؟ قال لي بتدفع للبنك. قلت له حلو جدا، يعني انا العربيات دي البنك بيدي فلوس بضمان الفلوس اللي موجوده دي وانا بقسط البنك. قال لي ايوه. قلت له الكلام ده حرام ولا حلال ولا؟ قال لي لا يا باشا هسال. قلت له بص يعني في الاخر قال لي خد بالك اغراني بقى، في الاخر بعد ما تخلص بتبقى معاك العربيات وبتروح تاخد فلوسك كمان. الله. قلت والله حلو، انا ما اعرفش الحاجات. يا بلاش يعني تخيل انت بتاخد عربيه وبتقعد تقسط البنك وفي الاخر خالص بعد الفلوس بتاخد الفلوس تاني ومعاك العربيات. صح؟ وانت صدقت القصه دي؟ صدقت القصه دي وعملتها بقى. حطيت بقى الفلوس ورحنا خدنا العربيات. فعلى الرخصه بيكتبوا حظر بيع لحد ما تخلص القسط. فانا عدت تقريبا التزمت معاهم بقى حوالي مثلا تقريبا سنه. فجم بقى الولاد بيرخصوا فلازم نجيب جواب. فالجواب لازم تجيبه مش عارف منين. فلازم اجيب. فلقيت وجع دماغ. فانا رحت له قلت له يا عم انت دلوقتي انا رخص وجواب ودوشه، هو انا ليا فلوس ايه؟ قال لي ليه كذا. قلت له وانا باقي لك ايه؟ قال لي كذا. قلت له اتفضل ادي كذا اهو، احنا قفلنا كده الفلوس خلاص، اديني بقى ورقه تثبت ان انا خلاص مش هدي لك فلوس تاني، وفلوس الاولانيه دي عندك، وانا العربيات دي خلاص معلهاش عشان نرخص بتاعتي خلاص. مفيش عليها حظر. قال لي تمام، دفعت الفلوس عملت رجعت. فقدي قال لي على طول، قال لي 3 ايام عمل. انا ما بعرفش 3 ايام عمل دول ايه. فقلت له 3 ايام عمل اجي لك؟ قال لي لا
هتكلم خدمه العملاء عشان بياخدوا منك بيانات، وبعدين نطلع لك الجواب، تاخد الجواب تروح بيه المرور خالص. يا ريته ما قال لك قال لي الجمله دي يا باشا، كلامه سهل قوي. قعدت عليها بالظبط 9 شهور عمل كل يوم الصبح 9 اكلم شهور خدمه العملاء، فاحكي له انا دلوقتي انت خدمه عملاء اهو، قالوا مساء لا بلاش والنبي معلش بتحكي لي امي قاعده مش هينفع والله. قولها له هو. ايوه قول لي انا مساء الخير، تحب تشتغل خدمه عملاء؟ الو مساء الخير، مساء النور، معاك علاء مرسي يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك علاء مرسي. ايوه يا فندم، انا في موضوع كذا 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 حكيت لك صح؟ تمام خلصت؟ تمام. انت قول لي بقى ان شاء الله اتصل بينا بكره وان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا استاذ علاء، وان شاء الله ماشي يا فندم. هتكلم بكره الساعه كام يا فندم؟ اي وقت يا فندم، احنا متاحين يعني ايوه الساعه كام بالظبط؟ انا بحب يعني الساعه كام؟ 12 يا فندم. اللي هي الساعه كام؟ 12 بالظبط. ايوه 12 دي اللي هي الساعه كام؟ 12 ظهرا. 12 ظهرا. حاضر شكرا. 12 ظهرا احنا بقى خدمه عملاء. الو مساء الخير، علاء مرسي يا فندم. ايه الموضوع؟ احكي له بقى نفس الموضوع اللي حكيته هنا. هي تانية. واحد تالت احكي له هنا. بيقول لك كلمني بكره الساعه 12. بحكي الموضوع كتير وانا مش فاهم ومحدش بيعمل حاجه ومفيش ورقه. طب اقول لك معلومه تعصبك، وداها الحته اقول لك معلومه تعصبك اكتر. وانا برد عليك لما انت بترن بتظهر اسمك والرقم والمشكله بتاعتك. يعني انا برد عليك وانا عارف انت ايه مشكلتك. خلاص يا اشرف هو ناقص اشرف. يا ولادي بقى هو ناقص اشرف. يا ولادي يا نهار يا نهار اسود والله العظيم. انت بتسخنه ليه يا صاحبي؟ تصدق هعمل لهم انا والله بيستهبلوا. 60 هو عارف انت عايز ايه ومشكلتك ايه، بقول لك طب قول لنا بقى مشكلتك ايه يا فندم. ده انا حكيتها حكايات، ده انا بحكيها بالظبط بالظبط ومركز، والصبح وبالليل، الى ان يا باشا بنتي انا تقريبا كانت رايحه الجامعه، او ابني تقريبا، عندي ابني محمد هو بيشتغل مساعد مخرج تقريبا، رايح اوردر او حاجه، لجنه وقفته حاجه كده، مشكله حصلت، فكلمت الضابط، فالضابط بتاع، فرحت نازل الضابط، خدت العربيه بالواد ومشيت، وقلت للضابط هو البنك اللي عامل معانا كده، ومشيت بقى. فوانا في الانفعاله دي رحت مكلم البنك. تعالى وحصل اللي حصل. هي المكالمه دي بقى الافيه العالي بقى، ان هذا الشخص اللي بيرد عليا اما تسمع المكالمه وتركز، هو قاعد ناس تلاقي حواليه ناس قاعدين بيسمعوا المكالمه. ايوه قاعدين بيتعشوا على المكالمه. مش شغالين بنتعشى عليها دلوقتي. احنا بنتعشى عليها احنا دلوقتي عادي. وانا قلت كلام فيها مش يعني راكب ومش شبه بعضه. ايوه اللي هي الساعه كام في البتاعه يعني في جمل تركيبات شتايم. انا مش عارف دي جت ازاي معايا، بس هي جايه مع الانفعال. والمكالمه على فكره ما سرب منها هو ربعها. انا طبعا ما اعرفش ان المكالمه هتتنشر ولا بتاع، وبيقول لك مكالمه مسجله ومش عارف ايه. فانا قاعد في يوم عادي، وبعدين الورقه بقى دي جت خلاص وجبناها وخلصنا الموضوع وبتاع. فقاعد في يوم كده، فليا صديق ليا اسمه طارق الشورى، فلقيته بيكلمني بيقول لي افتح الواتساب بتاعك. فقلت له في ايه يا طارق؟ قال لي افتح بس. فتحت سمعت الو وباقي الناس المكالمة الجمهور العربي رد فعلك ايه؟ طب وانت بتسمع؟ انا بقى مش عارف وانا اللي بسمعه ده انا المكالمه دي ايه. فكلمته طارق ده انا اللي انا سمعته ده انا. قال لي ايوه انت. قلت له دي جايبها منين؟ قال لي في راجل صديق ليا بعتها لي وقال لي المكالمه دي نازله بقالها 4 أيام، عامله مش عارف كام عدد مشاهدات على قناه يوتيوب، ومعمول عليها معمول لها بقى اللي هو بيسموه ايه موشن. يعني انت صح مدرسه النجاح زي ايه اسمها ايه؟ فاهم متعلم اللي هي يرسموا جرافيك موشن جرافيك. ايوه معمول عليها الجو ده وتقريبا بتتحضر تبقى مسلسل. وقال لي انت رايح في داهيه. مكالمه اسطوريه الصراحه. قلت له يا انت بتتكلم بجد؟ قال لي والله. يعني اكتب ايه على اليوتيوب؟ قال لي اكتب علاء مرسي بس. اكتب علاء مرسي بس؟ قال لي اكتب علاء مرسي. اقول لك حاجه، اكتب بنك. منتشر لهذه الدرجه فعلا. كتبت اول واحد في البحث انا. ادخل يا باشا اسمع كما لم تسمع من قبل، اعمل مش عارف، ومع عناوين بقى، الى ان كان الحدث الاكبر مع الزعيم عادل امام ان انا رحت له زياره، فمثلنا هو لخدمه العملاء وانا علاء مرسي، وعملنا المشهد كامل كدوبلاج زي الشباب يعملوا التيك توك ده، عملناه وشغلها في سماعات هو
وبيعزم اصحابه. جايب لكم السورس، تعالوا. ان هو بينام عليها كل يوم المكالمه دي. انت موظف. الى ان بقى يا ريس، وانا مره كلمت بقى الاستاذ مرتضى منصور. قلت مكالمات بقى ده قال لي على فكره انت تفوقت تفوق رهيب. انت ليك مستقبل هايل. لا 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 ايه العظمه بتاعتك دي يا استاذ؟ قلت له انا عايز اقابلك الست مستشار ضروري. قال لي يا باشا من غير ما تقابلني، الامور واضحه. القلوب عند بعضها. قلت له انا عايز اسال حضرتك الموضوع ده اتسرب ازاي؟ قال لي يا باشا احنا قدام قضيه كبيره ونقدر نرفع قضيه تسريب مكالمة. مش عارف ايه خدمه ايه تسريب ايه عملاء، مش عارف حاجه اسمها العملاء دي. ما ينفعش تتسرب هي عامه. ايوه دي الكلام ده المعنى. ما كانتش ينفع تطلع خالص. ده غلط كبيره كده. فرحت للاستاذ مرتضى، دخلت النادي الزمالك، قال لي اهلا بيك، احنا هنرفع قضيه، اعمل لا توكيل والبتاع. بس رفعت قضيه؟ ما رفعناش حاجه لانه جالي تليفون هام كده، اللي هو عارف الارقام اللي هي مش ارقام دي. ايوه حافظها مش انا حافظها مش استاذ علاء احنا بنعتذر لك وارجوك ما فيش داعي لقضايا ولا بتاع، تعال لنا اجتماع كده وهنحل كل حاجه. قلت يا باشا المكالمه هتحلوها ازاي؟ هتسحبوها ازاي؟ بالظبط خلاص. ده انا حافظها، ممكن اسمعها لك، خلي بالك يا باشا. ده بيدوها في المدارس. بس انت عارف ان انا حاطط نفسي مكان اي حد لو انت مثلا بتعمل اي هو بص انا نفذت. انا ليه نجحها؟ لان انا نفذت. ايه سر نجاح المكالمه؟ طبعا ان هي عمل. هقول لك ليه. نفذت عن غضبك، مشاعر وغضب. أيوة. معظم المودعين، معظم الناس اللي عندها مشاكل مع البنك او مع خدمه العملاء عامه او الغلاء او اي حاجه خاصه باي فلوس، انا نفذت عنه بالهجوم على الناس دي. ده في ناس لحد دلوقتي يقول لك انا مش فاهم، ما فيش فلوس ما يطبعوا. يعني هو يعني ما بيتهم البنك. يعني انا مش فاهم ما بيطبعوش فلوس ليه؟ ما تطبع يا عم تدينا اللي احنا عايزين. يعني الدماغ هنا. فدول هم اللي واقفين ورايا وهم اللي بيزقوني على الغلط. هيرموني في النار والله. كلهم معتمدين عليا. حلين مشكلتهم. كلم لنا البنك مكالمه الله يبارك لك. يعني يكلم لنا مكالمه كده البنك. شوف حل يا استاذ وبتاع. ده البيض ب 16 جنيه يا استاذ علاء. طب انا مالي؟ بيشتكوا لك. اكلم مين انا هناك؟ مرة كنت في حفلة تخرج بنتي في الجامعة، ومعدي عادي كده، عادي مش واخد بالي عادي، وفي مخرج صديق ليا كان في لجنة التحكيم، وقاعدين بنتكلم وبتاع، فمعدي كده فلقيت عيلة صغيرة قد كده. يا عمو مش انت بتاع البنك؟ والله العظيم انا جالي ذهول، وساعتها انا حسيت بالخطر، لان الجيل ده، الجيل الصغير ده هيسمع. سمع اللي انا قلته؟ سمع اليوتيوب يعني في كل حته. البنت دي سمعت ولا ماما انا بعتها تقول لي؟ واضح ان ماما بتنام عليها زي استاذ عادل. فطبعا انا بعتذر خالص اساسا والله، عن الالفاظ الفظيعه اللي اتقالت، ولكن انا كانت حاله انفعال عنيفه جدا. أيوة. وغريبه الشكل، وانا الى الان مش فاهم انا الجمل طلعت مني ازاي اساسا. ده رزق. هقول لك على حاجه. فيلم علي ربيع الاخير ده انا عامل له مكالمه، جابوني اعمل صوت بكلم هو خدمه عملاء وانا بكلمه. فاصبحت اكل عيش باين. علامه والله رزق من عند ربنا. حد عنده سؤال تاني غير موضوع المكالمه؟ شفت انت فتحت علينا ايه يا بيه؟ مين؟ فين؟ مش شايف مين رفع ايديه. انت بتشتغل على مين يا وليد؟ طيب انا كنت حابب اسال فكري، هل مجهز لنا هل تعلم النهارده؟ انا نسيتها والله. حسيت كده برضه. هل تعلم؟ طب احنا تعرف ان في 2 هل تعلم يعني النهارده؟ ده بجد؟ انت جايب واحده هل تعلم؟ انت جايب واحده هل تعلم؟ مش انا لا. امال مين الاثنين؟ استاذ علاء. انا هقول هل تعلم؟ معاك هل تعلم؟ عندك هل تعلم تحب تقولها للناس؟ هل تعلم؟ لا استنى.
هم على طول انا شغال على طول. لا ما انا هقدمك الاول هل بقى. تعلم هل تعلم والان هل تعلم والان مع فقره هل تعلم والاستاذ علاء مرسي. شكرا يا جماعه والله العظيم. يعني انا محرج من هل تعلم دي. وهل تعلم هل تعلم ان علاء ولي الدين رحمه الله عليه كان بياكل 48 سندوتش كبده من عند عز المنوفي العربيه اللي عند مسرح نجم مره واحده. وانا كنت اجبارا باكل قده 48 لانه ما ينفعش هو ياكل لوحده، لازم تاكل معاه. 48 ده بجد ولا انت بتزودها اللي هو؟ لا والله 48. وانت كنت بتاكل 48 كبده؟ انت تعرف ان عز كان يعني خلاص بتاع الفرن اللي جنبه ده بتاع الدق ده ما كانش بيشتغل غير ليه هو. انا علاء ولي الدين. بس هل تعلم انه ان احنا عمرنا ما حسينا ان احنا في يوم من الايام بقينا عمه او جده؟ فاحذر توصل لهذه اللحظة وانت مش مصدق وانت لا تعلم. يعني احنا كنا بنتناقش في الموضوع ده انا وبعض الزملاء، كانت انا وشريف منير واشرف عباقي قاعدين كده من فترة وبنتكلم في الموضوع ده. احنا زمان لما كنا بنقول يا الراجل ده كبير عنده 60 سنة خليه يقعد يا عم. ايه ده هو احنا قعدنا هو احنا بالحته دي. ففعلا احذر الايام تجري بيك من غير ما تستمتع ومن غير ما تاخد بالك. الزمن سريع جدا. دي حقيقة. طيب فكرة هتتحفنا انت بواحدة بقى. لا بواحدة تعلم ونتكل على الله. انت غنيت قبل كده في حته؟ لا انا دي اول هل تعلم ولا بره الاستوديو عندنا. ماشي. دايما بتعودوا هناك في الاستوديو. والان مع فقرة هل تعلم والطالب فكري طارق. قدمه. برافو عليك يا بيه. لا وليها تكنيك لازم تعمل. انت الورق كتير قوي مش فاهم ايه ده. هي فين؟ ما انا ضاعت. انت شايل الورق ايه؟ انت خلصت دول؟ انا خلصت دول. برافو عليك. الحمد لله. بسم الله. هل تعلم ان الموز يعد من الاعشاب بينما الطماطم تعد من الفاكهه؟ ياه اعشاب؟ الطماطم من الفاكهه؟ امساء خير. الطماطم من الفاكهه ازاي؟ الموز من الاعشاب. الطماطم من الفاكهه ازاي؟ عطلتني انت. الطماطم من الفاكهه ازاي؟ الطماطم متعد من الفاكهه. الطماطم من الفاكهه؟ والله مش انا اللي بقول كده، خلي بالك ده مش رايي. اما الراي مين ده؟ مش رايي. دي مش وجهه نظر. غريب صح؟ انسان غريب. الطماطم من الفاكهه؟ الطماطم من الفاكهه والله. يعني انا اقول للبت هات لنا وانت معاكي كيلو فاكهه؟ لا ما تقولش انت طماطم. لا ما تقولش. انت سيبها تيجي لوحدها. احنا العرف خليناها من الخضار، وكمان عشان هي بتعمل بيها بقى التسبيكه والدمعه والدمعه. هي بس هي ما بتجيش عمرها مع الفاكهه خالص. هي انت اللي ما بتجيبهاش. طب هو الموز كان بيجي؟ الغلطه عندنا. يا باشا. يعني الموز منين؟ الموز اسمه ده اعشاب. يعني الموز زي النعناع كده؟ لا والله. اهو هو ده. كل معلوماتك كده بقى والله العظيم. والله حاجه تعل يعني. لا انتوا ما بوظليش دماغي. يعني الموز عشب؟ لا من الاعشاب. هو اللي بيقول كده. لا مؤاخذه يا بيه. ماليش دعوه القصه دي. الموز من الاعشاب ازاي يا باشا؟ انا مالي ده مش رايي والله. دي مش مين انت دي بتقول؟ حاجات راي مين؟ موثقه. كده مين اللي قال؟ انا فرحان قوي. الراجل ده اللي قال الكلام ده. الموز من الاعشاب والطماطم من الفاكهه والخرفان من النبات لا ما هي ظبطت يعني. طب ايه اللخمه دي؟ الخرفان حيوانات. الخرفان حيوانات؟ ثدييات. مش ثدييات؟ مش من ثدييات الخرفان. والله ما شفتش انا. بيبقى فيه فروه كتير. ولا مره شفت. بس خلي بالك دي هل تعلم حقيقيه. الثعلب ايه؟ دي هل تعلم حقيقيه. دي هل تعلم مش ثعلب. امال ايه الثعلب اللي قلتها؟ هل تعلم دي؟ هل تعلم مش هل تعلم. تصدق هل تعلم شبه هل تعلب. والله يعني نفس الموسيقى بتاعت الجمله. هل تعلب. هل تعلب. انت كنت عارف المعلومه بتاعت ان الموز اصله اعشاب؟ لا والله ما اعرف. انا اللي ينسونا بشرب ينسونا. يعني انا اشرب بعد كده موز؟ اشرب يجي لك موز باكت. يجي لك موزتين كده. اغلي موزتين هتلاقي اكيد في موز باكت بقى في موزتين حلوين كده في باكت. يا نهار اسود. ده يعني احنا رايحين على فين؟ 2 هل تعلم معاه بالظبط. يعني انت يا هتتجنن يا هتشتمه زي المكالمه في حته ثانيه والله اتلخبطت.
انت متخيل انت انا متاكد، انا مش متخيل، انا متاكد. يعني انت مش قلت لي دلوقتي ان مش دي معلوماتك انت؟ ده معلومات هل تعلم حد تاني؟ لما نخش جوه هجيب لك اللينك. اللينك اللي بياكد ان دي معلومه صحيحه. دايما مع لينك. هندخل جوه ايه يا باشا؟ هو احنا لسه هندخل؟ ده بص مش عارف اتكلم. انت لخبطتني. احنا هندخل جوه لسه تفهمني الموز ثعلب؟ مش عايز، وعايز تمشي بالمعلومه زي ما هي كده. ابعت اللينك. هبعت لك اللينك. ابعت لي يا بيه اللينك. مش هبعت لك اللينك. انا شايف يعني الموز اللي في البيت ده دي اعشاب. لا انا جايبه امبارح على انه فاكهه. لا ده اعشاب يا باشا. روح غيره. الطماطم بقى هي اللي فاكهه. الطماطم اللي حاطينها احنا في البتاع تحت في الثلاجه مع البطاطس والبتاع. دي مشكلتكم او على فكره انا كمان امي بتحطها في الثلاجه. يعني انا امي زينا كلنا، وانا كمان مقتنع ان الطماطم مع الخضار. ولكن هل تعلم ان الطماطم ما طلعتش من الخضار ده، من الفاكهه، زي ما هل تعلم ان الموز طلع اعشاب ما طلعش فاكهه؟ انت معايا؟ والله كل حلقه يروح مديني واحده هل تعلم تشككني في حياتي كده، تخليني مش فاهم في ايه. طب بس انت نفسي اقول لك نصيحه. خير يا رب. لما تقول معلومات زي دي قول فلان قال، ما هو مش عشان فلان. نخلي المسؤوليه. انا بقول لك انا قعدت في مستشفى الخنك عمري ما حد هناك قال لي جمله زي دي. عشان ما عندهمش قلب. ما عندهمش الله. مش هتلاقي. ومشيت وما كملتش التدريب. طب بص انا عندي وجهه نظر ان انا ان شاء الله انا كفكري. احنا على هناك على طول الصبح. انا كفكري يعني ان شاء الله كمان 50 سنه انا عارف هتلاقي فيديوهاتي دي الناس بتتداولها. لا انا عارف ان هي ما تيجي نجوزوا هنومه ونقول نلبسها طبعا وناخده بره. انا عايز اتجوز تاني. طبعا. طبعا. ايه تعلم عندك تاني؟ لا الحلقه تابع بقى الحلقات بتاع كلام الله. تابع هتعرف كل حلقه عنده واحده هل تعلم تعل او تشل، يعني على حسب. بس حقيقيه جدا. هل تعلم ان احنا قاعدين دلوقتي مع الناس ديت بقالنا 4 ساعات وهم مش موجودين اساسا ولا احنا موجودين؟ اوف احنا في الخنك. بص اي هزار في الحته دي، اي هزار في الحته دي انا بقلق بجد. انا بقول لك والله العظيم هم موجودين ولا احنا موجودين، وده مش حاصل. وكل اللي احنا فيه ده احنا لسه قاعدين عندي في المكتب في المهندسين بنتفق على الحلقه. هل انت واحد النهارده وراني جهاز كده قال لي فيه دولة عملت الجهاز ده الانسان المسافر يدخل هنا، هي قطرها كده، يدخل هنا في ظرف 10 دقايق بيكون في لوس انجلوس، وعملوا التجربة دي على قرد، رموه من هنا لقوه هنا فعلا. يمكن قرد شبه، والله العظيم يوريهاني النهارده. اصل هو قرد، القرود كلها شبه بعض. بقول لك دخل في مصر بعد 5 دقايق بقى في امريكا. سبحان الله. ده هل آلة زمن دي؟ ده بجد حصل كده والله العظيم وريهاني النهارده. ده بجد؟ يعني انت ده مصدقه ومش مصدق ان الموز اعشاب؟ والله العظيم يعني انت ده مصدقه، يعني انت صدقت ان في حاجه اسمها آلة زمن ومش مصدقه عشان انا شفت الموز بعيني. انما دي انا ما شفتهاش لسه بعيني. صح، وارد تكون صح طبعا. فدي لو اتعملت تحفه، يلا بينا. عارف ست الكبيره الله يرحمها، اول ما كان التلفزيون يجي في مشهد سلو موشن كان بتضربه بالشبشب عشان يجري، عشان خايفه التلفزيون يفرقع. يا راجل ده الناس مش بقيت، الناس كانت بتتكلم في التليفون مش مصدقه ان ده، فوارد كل حاجه تحصل، انما ان الموز يبقى اعشاب مستحيل. انت حر. استحاله. انت حر. استحاله. انت حر. الى هنا اعزائي المشاهدين، احنا انبسطنا جدا معاكم النهارده، وانبسطت جدا ان احنا كنا مع حضرتك. والله استاذ علاء انبسطنا جدا بجد. اشكركم اولا، اشكركم اولا. انا هقول لكم على حاجه. هنقعد اوكي، يعني دي مش بتطلع معانا؟ لا تطلع عادي. اولا انا مش هاخركم اكتر من كده، ولكن انا عايز اقول حاجه، يعني شهاده كده حق في حق هذين الشابين الجمال، اللي قسما بالله انا يوم ما قالوا لي ان انا هعمل معاهم البرنامج ده او اللقاء ده
أنا ترددت لأنه أنا بخاف دايما من اللقاءات. أنا أحيانا بطلع وبتكلم كلام، فبدأوا أولادي يقولوا لي يا بابا بلاش تطلع وتتكلم، لأنه ممكن تقول حقائق أنت متأكد منها أو كده، ممكن الحقائق دي تزعل ناس أو تضايق ناس. ولكن أنا لما قعدت معاهم وكلمنا، أنا تقريبا اللي عملناه النهاردة تقريبا احنا عملناه في المكتب واحنا قاعدين، ويمكن أكتر من حوارنا وضحكنا وانبسطنا ببعض، لأنه هم يمتلكوا قدرة عظيمة جدا على الإسعاد والفرحة للمتلقي. موهوبين حتى الثمالة زي ما بيقولوا، عندهم قدرة إن يقدر يعطيك باور فتستمتع، فتبقى في أريحية، فتبقى مرتاح، فتتكلم براحتك. أنا قاعد والله العظيم بتكلم كما لو أني في بيتي وقاعد بين صحابي وأحبابي وفاكك وسايب نفسي وبحكي من قلبي، وكل ما حدث وخرج مني من لساني وخارج من قلبي. وإذا كان الفضل في ده كان لهذين الشابين.